مساء الخير. اهلا وسهلا بحضراتكم. انا محمد شكري وانتم دلوقتي مع بودكاست كينج اللعبة في ملعبنا احنا، واللي جاي حكاية تستاهل تتحكي. حكاية النهاردة مع واحد من ابرز لاعبي جيله، لاعبي منتخب مصر والنادي الاهلي تحديدا. الحقيقة هو كان فنان في لعبه وهادي في طبعه. واحد من اللعيبة اللي شكلت نقطة تحول في مش بس في مسيرة النادي الأهلي بالبطولات، لكن كمان مع جيل واحد من أهم أجيال منتخب مصر، وهو جيل ال 84. ضيفي وضيف حضراتكم النهارده كابتن مصر والنادي الأهلي، كابتن محمد عبد الوارث. يا كابتن عبد الوارث، منورني ومشرفني، ويعني مبسوط جدا ان حضرتك معايا النهارده والله. اهلا بيك يا شكري طبعا، وانا اللي مبسوط جدا والله بالقعده الجميله دي واللقاء الجميل ده ان شاء يا الله. رب ربنا يخلي حضرتك. انا وحيد. هنبتدي الاول كده في البدايات من حلوان للنادي الاهلي. اصلا النقله جت ازاي؟ وهل شفت ان انت من وجهة نظرك ان انت كنت موجود في حلوان بتلعب تمام، الدنيا تمام، الاخ الاصغر لاسطوره كبيره في النادي الاهلي كابتن سامح عبد الوارث، لكن انت كنت شايف ان انت مفيش مشكله ان انت من حلوان للاهلي بدل من الاهلي دايركت؟ والله هي بس كانت البدايه ان طبعا كان الستارت اصلا كان بتاع سامح، كان في حلوان. فهي كانت دي البدايه، ان امم. هو كان التاسيس كان بالنسبه له، هو كان بيفكر ان هو التاسيس كان يبقى هناك الاول. ان انا ابدا اتعود على اللعبه، ابدا احبها، ابدا انا اللي ابقى عايز يبقى في شغف بالنسبه لي، ان انا عايز اخش القصه كلها ازاي. ابقى شايف الاجواء اللي هو بالبلدي زي ما بنقولها كده، مبقاش متدلع. امم. اللي هو مش داخل على طول في مكان النادي الاهلي، انت اخوك سامح، فالوضع بيبقى مختلف صحيح. لو ما لعبتش انت وما مارستش الموضوع بالشكل اللي انت حابه او اللي انت عايزه، او يبقى ليك شكلك، فيبقى بلاش احسن خالص. صحيح. فهي دي كانت البدايه، كانت من النقطه دي، ان هو كان سامح كان بيفكر لها في كده. صحيح. وطبعا انا كان بالنسبه لي كنت مستغرب، هو ليه طيب ما اروح على الاهلي على طول. بالظبط. فهي كانت فكرته كلها، قال لي عايز تلعب امم. فانت لازم تبقى ليك شكل ولازم يبقى ليك دور. امم. فبناء عليه انك لما تروح النادي الاهلي تبقى انت رايح وليك دورك، مش صحيح. رايح لسه هتبدا ستارت من اول وجديد. عشان كان اوريدي الفرقه اللي انا كنت فيها 84 صح. كان اوريدي كانوا بادئين قبلي اصلا. صح. صح. بس فهي كانت دي البدايه يعني. طيب، في الفترة بقى اللي هي بتاعت من حلوان للأهلي، أكيد طبعا عدى على حضرتك مدربين كتير، بس في واحد شاور وقال هو ده اللي هيوصل هنا، أو هو ده اللي أنا مآمن بالموهبة دي. كان مين من المدربين اللي أكتر واحد آمن بموهبتك في الفترة دي، في النقلة من حلوان للأهلي؟ والله بص، هو كان على طول كانت الفكرة كلها، هو ما كانش في تحديد بالظبط مدرب، عشان انا ما اتسجلتش في التصنيع خالص. اه. يعني قعدت 3 سنين مهم. او سنتين تقريبا. هو انا عبارة ان انا بتمرن بس. بتمرن بس. يعني تقريبا هو كان نادي التصنيع من جنب البيت، مفيش 10 دقايق مشي. اه. فكنت تقريبا عايش هناك. صحيح. بروح الساعة 10 الصبح التمرين، امم. بمشي 10 بالليل. امم. اللي هو انا بخلص تمريني، بقعد شويه، الاقي المدرب في الفرقه الاكبر مني تعالى، المدرب اللي بعديه يخش الملعب. فاي حد كان بيقابلني يخش صح. اتمرن. اللي هو اصلا بقوا بينصحوا بيه الاجيال الصغيره دلوقتي، وهي بتفوكس على التمرين، انه بيتمرن من وقت طويل جدا. بالظبط. هو بس احنا للاسف كان وقتنا كان الوضع مختلف. دلوقتي امم. طبعا الدنيا اتغيرت الدنيا جدا اتغيرت، صح. وبقت احسن بكتير. بقت الفكره كلها، بقت انت عارف انت بتعمل ايه صحيح. وتقدر تدور. انت مش لازم ان هو حد ياخدك من ايدك، لا انت تقدر تدور وتقدر تشوف انت توصل لانهي تارجت انت عايزه. صح. فاحنا كان بحكم زمان كان الوضع مختلف، امم. فكان يعني تقريبا كانت الرياضه كان العدد طبعا كان قليل جدا، صح. ما كانش بالكم ده. ما كانش الدنيا ما كانتش معروفه قوي بالشكل ده، عشان صحيح، وما طبعا كانش فيه السوشيال ميديا والكلام ده تأثير كله. السوشيال ميديا، صح. فبالظبط كانت الموضوع كان مختلف شويه. امم. فكنا بقى في النادي هناك، تقريبا نادي التصنيع كلهم تقريبا كنا عيله يعتبر يعني. صحيح. فكل الناس عارفه بعض وكل المدربين عارفه بعض واللعيبه. فانت وانت معدي المدرب ياخدك يمرنك. اه. اللي هو انت بتتمرن تمام، بدل ما تتمرن واحده تخش الفرقه. خش الفرقه. بالظبط. ايوه، فهي ايوه. كانت الفكره كده، وكان جوز اختي برضو كان بيلعب هناك. صح. فكنت تقريبا عايش هناك، امم. يعني باكل وبشرب والدنيا كلها، يعني كان يومي كله هناك ايوه. بس. طيب، الدخول بقى في المنظومه بتاعت الاهلي، انت داخل كمحمد عبد الوارث، بس طبيعي اخوك ليجند جوه الاهلي، مش لعيب، مش مجرد لعيب عادي في الفرقه او في المنظومه بتاعه الاهلي، ده واحد من ضمن الليجندز او الاساطير بتاعه النادي، باسمه بلعبه بتاريخه بالكلام ده كله. هل دخولك في النادي الاهلي او في منظومه الاهلي
حسيت بنوع من انواع الضغط شويه او الارهاق شويه، ان انت عايز توصل لا انا محمد عبد الوارث مش اخو سامح عبد الوارث، يعني انا محمد بالايدنتيتي بتاعتي؟ والله بص، انا دي لغايه ما بطلت كان عندي مشكله كبيره جدا، اه. ان كان دايما كل المدربين كان في مقارنه. اه. انت اخو سامح، فاللي سامح بيعمله انت لازم تعمله امم. في كل حاجه بقى. يعني انت يعني اي حاجه تتخيلها، ان انت لازم تبقى، يعني انت اخوه امم. فانت لازم تبقى زيه. انت اوكي. مثلا هو بيشوط كده فانت لازم تشوط كده، امم. هو بيعمل كذا فانت لازم تعمل كذا. لدرجه في الجيم ان هو بيشيل مثلا وزن كذا انت لازم تشيل، على فكره ما ملهاش علاقه، خالص. هو حاجه وانا حاجه وانا تانية. حاجه تانية، وممكن يبقى طريقه اللعب حتى نفسها كمان تبقى مختلفه. بالظبط، صح. لدرجه ان انا في اوقات كنت بحاول اكتسب مهارات هو بيعملها. مختلفه. اه. ف... فكان الموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا، امم. واكتشفت ان هو انك تقدر تاخد المهاره بس بالشكل بتاعك، صحيح. مش بنفس يعني ما تاخدش كوبي بيست ان انت خلاص هو ده بالظبط. يبقى ده. انت ممكن تقدر تعملها، بس تعملها بطريقتك بشكلك، ان هو امكانياتك انت، امم. ان هي تقدر تساعدك انك تعمل الحركه دي بالشكل بتاعك والستايل بتاعك. صحيح. فهي دي النقطه. طب امتى حسيت ان انت في وقت بقى خلاص، انت مسيره طويله جدا مع الاهلي ولحد ما وصلت كابتن النادي الاهلي في 2017 2018، الحمد لله. امتى في المسيره دي كلها حسيت مساء الخير انا محمد عبد الوارث خاص؟ والله بص، انا حاولت ان انا كانت من البدايه امم. ان انا من الستارت بتاعي في النادي الاهلي. يعني هو حتى كمان انا فاكر اليوم ده عمري ما هنساه. امم. اول يوم ليا جوه النادي الاهلي امم. كان سامح خدني ورحنا. آه، يعني رحت النادي الاهلي، كان المدرب بتاعنا كان كابتن سمير الجزار، ما انا عمري ما هنسى اليوم طبعا. ده. طبعا. فدخولي النادي الاهلي ان هو دخل، السلام عليكم كابتن سمير، شوف ده هينفع معاك ولا لا، وسابني ومشي. اللي هو انا، هي اللي هو يعني انت بتبيعني انت كده. بتبيعني. اللي هو انت رميتني في النار وجريت. فاللي هو ايه، طب ايه؟ قال انا عندي تمرين، انا هخلص بقى وابقى ولما انت اشوفك. تخلص اه. تعالى لي، انت عارف الاوضه فين، اه. يبقى خلص انت وتعالى لي. فاللي هو انا بقى ايه، انا طول التمرين انا ما اعرفش اي حد. اه. اول مره انا داخل على ناس وبقالهم اكتر من سنتين ولا انت 3. لسه كنت قايل ان الفرقه اوريدي متكونه بتاعت ال هي اوريدي 84. كان هم كمان كان بقى في موضوع الاكاديميات والحاجات دي كلها، فهم صح. كانوا بادئين من بدري. امم. فانا كنت انا بادئ برضو تقريبا في نفس التايم، بس انا في حته وهم في هم حته في تانية. حته تانية. هم حته ان هم بيلعبوا ماتشات وبيلعبوا بطولات. صح. كان ساعتها اللي هي الصيفيه صح. والشتويه. الصيفيه انا والشتويه. فانا ما فيش الاحتكاك القصه ده دي مش موجود، انا مش بتمرن موجود. بس. بالظبط، ان انا بتمرن. فمهما انت اتمرنت، انت الاجواء بتاعت الماتشات مختلفه تماما. صح. فاللي هو انا واقف بقى اللي هو منعزل، انا عارف اللي هو انت رميتني في بلد غريبه وانا ايوه تايه وعمال وسبتني. ابص حواليا. فاللي هو طيب ماشي خلاص، انا هحاول ان انا اخش. بدأنا التمرين. الموضوع طبعا فيه رهبة كبيرة جدا، صح. ان انت موجود في وسط ناس وناس، يعني كان ما شاء الله، يعني تقيله. كانوا كويسين جيل جدا تقيل طبعا. اصلا، جيل 84 بالظبط. في الاهلي جيل تقيل يعني. ف... فمشيت الوقت امم. مشي والتمرينة مشيت والحمد لله الدنيا تمام، امور كويسة. ها. فاكتشفت بقى بعد ما خلصت تمرين اليوم ده ان سامح اصلا كان قاعد بره بعيد في ركن بعيد وقاعد وقاعد بيتفرج على. بيتفرج. اه. اكتشفتها بقى بعد فترة. بعد فتره. بعد فترة اه. يعني بعد ما خلصت تمرين وبتاع تمام الدنيا اهي. فاكتشفت ان هو بدأ يكلمني في حاجات. هو انت كنت فين؟ انت كنت فين؟ اه. انت عملتش كده، لازم تعمل لا. كده، المفروض تعمل ده، لا سيب نفسك، اعمل امم. كذا كذا كذا. وبصراحة كان كمان الجيل بتاعنا كان جيل جميل جدا ده بصراحة. حقيقي. ده حقيقي. اتلمينا ودخلوني جوه المجموعة والدنيا تمام والامور بقت كويسة والحمد صحيح. لله يعني. دخلنا جوه الاهلي، ابتديت تخش جوه المنظومه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني 7 دوري، 6 كاس افريقيا، كاس كؤوس، بطولات كتيره جدا عدت، لحد ما وصلنا لمرحله معينه ان كابتن محمد عبد الوارث من حد جاي من حلوان داخل الدنيا رايحه فين جايه منين لكابتن النادي الاهلي. المسيره الطويله دي انعكست برضو عليك في قراراتك وهدوءك وخلافه، لكن اكيد في ظل ما انت ماشي في الستبس دي وفي المسيره دي حصل مطبات كتير وحاجات كتير. انت اصلا معروف عنك في الوسط بشكل عام ان انت بطبع هادي هادي جدا، دي فهل حقيقة. الهدوء ده كان عامل مؤثر في نقطة تحولك لحد ما وصلت لمرحلة ان انت كابتن النادي الاهلي؟ بص اكيد طبعا هي، انا من طبعي لغايه وقتنا هذا، بس طبعا في حاجات بدات تتغير امم. شويه طبعا بعد ما دخلت التدريب الموضوع بقى. لا ده هنجيله، ده قصة تانية. بالظبط. فانا طبعي ان انا يعني من نوعيه ان انا مركز في الهدف بتاعي او امم. مركز في الحاجه بتاعتي، ما بحبش ادوش دماغي باي اجواء حواليا صحيح. خالص.
صحيح. يعني حتى انا لغايه وقتنا هذا موضوع السوشيال ميديا بالنسبه لي انا عارف ان حضرتك انا مش يعني ما بعيد عنه خالص، الاجواء بتاعت السوشيال ميديا دي اه مش اجواءك خالص. خالص خالص، امم يا دوبك اللي هو حاجات بسيطه ان انا ابقى متابع، بس يعني احب ابقى متابع، مش داخل جوه الموضوع. يعني لو كانت السوشيال ميديا كانت بنفس عنفوانها دلوقتي في الوقت اللي حضرتك كنت بتلعب فيه، كان ايه لا كنت شايف ايه الوضع؟ كان هيبقى يعني صعب. مش قصة كان هيبقى صعب، لا الواحد طبعا كان هيبدأ يخش في امم في الموضوع ده، بس طبعا ازاي انا اقدر يعني اخد الوضع ده يبقى بالنسبة لي حاجة مفيدة، اوكي. ما اخشش فيه بطريقة ان انا لا تسحبني في حتة انا ما ينفعش ان انا اخش فيها. امم ولو كان الموضوع طبعا السوشيال ميديا موجودة في الجيل بتاعنا، امم لا الوضع كان هيبقى مختلف تماما. تماما. يعني امم ما احنا كنا هنبقى في حتة تانية مختلفة تماما. صحيح. زائد الامكانيات، لو كانت الامكانيات نفس اللي الامكانيات. موجوده دي موجوده في وقتنا، لا الموضوع بالنسبه لنا كان هيبقى مختلف. احنا كنا عايشين في عادات وتقاليد قديمه جدا، اللي هو صحيح. في كذا زائد كذا، ما ينفعش تروحش تيجي تعمل. امم فانت ما كنتش فاهم، وعشان توصل لمعلومه الموضوع كان بالنسبه لك مرهق جدا، صحيح. صحيح. ولو عرفت توصل له اصلا. صحيح. والفوكس نفسه كان على اسماء بعينها وناس بالظبط. بعينها، وحتى ماتشات بعينها جوه الدوري. يعني انت ممكن تبقى في ماتشات صعبه جدا، والماتش اللي عليه فوكس واللي اتذاع بتاع ده ما كانش هو اصعب ماتش، ده كان في ماتشات بالظبط. تانية اصعب منه. زائد احنا كمان وقتنا احنا طلعنا بعد جيل يعني اساطير الاساطير. ده حقيقي. فدي كانت بالنسبه لنا برضو كانت فرجعت تخش جوه مقارنه تانية، مقارنه بالظبط. هي الفرقه بقى مش مقارنه بالظبط الشخص. بالظبط، انت الجيل ده عمل والجيل ده ما عملش، الجيل امم ده كان كذا طب يا جماعه هو الموضوع مختلف، امكانيات مختلفه، فلازم نقدر نفرق ما بين ده وما بين ده. هي صحيح. دي النقطه يعني. من ضمن الحاجات كده وانا بحضر للحلقه، شفت ان يعني بطولات كتيره ما شاء الله، بس حضرتك دايما بتركز في اختيارك ان اقرب بطوله لقلبك واكتر بطوله انت بتحبها بطوله كاس الكؤوس. اشمعنى؟ والله بص، كان ليها وضع مختلف اكيد كان ليها بعد. كواليس يعني مختلفه. لا طبعا، بص كان ليها كواليس كبيره جدا. امم زائد ان هو كابتن عاصم الله يرحمه الله بصراحه يرحمه. كان عامل لنا اجواء مختلفه تماما. انت احساس ان انت كمان كان الموسم اللي قبله ما كانش ربنا يعني ما وفقناش ان احنا ناخد امم حاجه. فانت جاي، كنت جاي عارف اللي هو ايه، عطشان جعان. امم انت لا انا مش هفوت حاجه. سنه عدت عليا انا ما خدتش فيها حاجه، فدي بالنسبه لي جوه امم النادي الاهلي، او انا تربيتي جوه النادي الاهلي، لا الموضوع صعب جدا. صحيح. فدي كانت بالنسبه لنا احنا، كان الموضوع لا يعني مش انا لوحدي، امم كلنا. فكانت بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. حاجه عمرنا ما هننساها، ان انت بتحقق 5 بطولات من اصل 6 بطولات صحيح. في الموسم. فكان بالنسبه لنا دي حاجه بالنسبه لي عمري ما هنساها، وعمري ما يعني تبقى حاجه جوايا. امم عارف اللي هو ايه، انت كنت مخنوق وفجاه طلعت كل حاجه، صح. فجاه امتلكت كل حاجه، صحيح. فهي دي. صحيح. فالحته خاصة وكمان دورك كأحد كباتن الفرقة ده أصعب بقى، ده بيحط بريشر عليك أصلا أكتر، هي فالانفجار بتاعك بيبقى أكبر من اللي بالظبط. حواليه. وكان ساعتها الفتره دي كان معانا في اجيال كانت لسه طالعه معانا، فانت امم ازاي تكنترول عليهم. دي صعبة جدا يا كابتن، فهي صعبة دي جدا. دي جدا. فاحنا كنا 3 أو 4 الكنترول على الفرقة، ان احنا ازاي ندخل. زائد ان احنا كان يحيى الدرع كان معانا، صح. وكان حماسة كان معانا. صح. فانت ازاي تقدر تدخل الناس دي جواك، امم ازاي تبقى الناس دي بتلعب بأريحية، الناس دي تساعدك، انت جايبهم عشان يساعدوك، صحيح. وهم محتاجين ان هم يبقى ليهم وجود جوه الفرقة وفاهمين ان يساعدونا. الايدنتيتي في الاهلي غير الفرق اللي بالظبط هم كده. موجودين فيها. فالحته دي زائد اللي هو بقى السيستم اللي موجود جوه النادي الاهلي، واللي احنا كنا عاملينه ككابتن عاصم، امم او احنا كلعيبه. يعني احنا كنا عاملين. اللعيبه ساعدتك ككابتن فرقه ان انت طبعا. تكنترول على الدنيا دي في الوقت ده. طبعا طبعا كله كان الموضوع. عنده نفس الاحساس بالباشن، وان هو جعان انه يكسب في القصه دي. احنا لا تتخيل ان احنا تقريبا يوميا قاعدين مع بعض، يوميا ما بنتكلمش غير اللي هو البطوله احنا امم رايحين ناخدها ونرجع. امم احنا عندنا بطولتين، اه هنروح نرجع بالكاسين، امم ما فيش هزار، امم ما عندناش اي اوبشن وسيله تاني. تانية. خلاص انت هتروح تاخد البطولتين ترجع، امم عشان عندك الحمد لله الدوري. ربنا ما وفقناش في الكاس لاصابات بقى كتيره، كان مصري وانا وكان محمد ابراهيم صح. وباجيو. ف... فرقه كتيره قوي، بالذات الدفاع ف الدفاع كان كله مصاب تقريبا يعني. يعني احنا تقريبا كان في فرقه قاعده بره. صح. دي كانت المشكله اللي كانت عندنا يعني. امم طيب، في الوقت بقى الدنيا والتوجه مع الاهلي حرفيا، وتقريبا خلاص انت البطولات بتتحسد لدرجه 5 من 6، جالك عرض من الشارقه
والناس كلها قالت ده خلاص في حد هيخرج بره، وكابتن عبد الوارث هيخرج احتراف خارجي، هوب الاهلي رفض. كان ايه كواليس العرض بتاع بس الشرقه ده؟ لا، كواليس العرض بتاع الشرقة ده كان بدايتي قبل ما اطلع فريق اول، كان في اوكي. 2005. يعني ده مش في الاخر؟ لا، الوحدة اللي كان في الاخر. لا انا عارف الوحده ده خلاص في النهايه، بالظبط، لكن دي كانت في الشرقه ده ما النهاية. كانش بعد لا، حصد البطولات. الشارع الاماراتي جالي امم. وانا كنا في 2005، امم. كانت لسه بدايتي درجه اولى. امم. ده دي اللي كسرت فيها الدنيا في تونس. دي امم. كانت الفتره دي كنت لسه بقى طالعين، ولسه الحماس بقى امم. والدنيا، وعايزين نعمل لنفسنا صح. شكل، وعايزين نعمل لنفسنا اسم، وعايزين نبقى اللي هو انا عايز احط رجلي امم. جوه الفريق الاول في النادي الاهلي. صح. فانت بتعمل اقصى مجهود عندك، انت تقريبا ما بتقعدش في البيت انك بتتمرن، عايش حياتك كلها انت ما بتفكرش غير في الهدف ده. فهي دي كانت مرحله صعبه بقى يا كابتن، الخروج من الناشئين للدرجه الاولى، النقله دي. صعبه النقله دي جدا صعبه جدا. جدا. بس انا الناس بقت ازاي؟ تستسهلها، دي بتتكلم عليها عادي كده بكل لا اريحيه خالص، دلوقتي. هو الفكرة كلها انت ممكن تطلع عادي جدا، امم. بس ان الاستمرارية اه. نفسها، انك توصل تبقى موجود في الفريق الاول عدد سنين، سنين. امم. زائد انت مش موجود عدد سنين بس، انت موجود ليك دور. امم. هو ده الاهم. انا في لعيبة كتيرة كانت موجودة سنين كتيرة، صح. بس الدور بتاعك انت عامل ازاي. هي صحيح. انا بقيم دايما اللعيب، انت دورك ايه، امم. مش مهم انت موجود فين، امم. بس انت دورك ايه. صحيح بس صحيح. خاصة وان انت كمان انت ممكن يبقى الفرقة بتاعتك نفسها او في القطاعات العدد كبير جدا، مين بقى فيهم اللي هيكمل ويستحمل ضغوطات انه يكمل في السنين بتاعت الدرجة الاولى؟ ما فدي دي نقطة. حقيقة. الناس يمكن انا يعني ليه بسترسل مع كابتن حمد في النقطة دي، ان احنا دلوقتي بنتكلم على كتير من الناشئين، وتحديدا ما شاء الله دلوقتي شايفين منتخب مصر بشكل كبير جدا. اللعيب ساعات بيحس عشان بيلعب ماتشات المنتخب قبل ما يوصل لمرحلة الدرجة الاولى، فبيفتكر ان الوصول للدرجة الاولى سهل، ما انا اوريدي كسرت الدنيا. لا، هو الكلام ده في جيلي، ما لكن في هي دي الدرجه الاولى الوضع مختلف، لانه ميكس اصلا ما بين اجيال كتيره مختلفه وصلت للكونسيستنسي دي يعني. بالفعل. طيب، لما اولا في العرض بتاع الشرق ده، انت اصلا كان عندك الباشن ان انت تغير الاجواء اللعب في مصر وتطلع بره، ولا لا انا لما الاهلي رفض القصه دي وكملت بعد كاس العالم في تونس، لا انا مكمل وعادي والدنيا تمام ما عنديش مشكله؟ والله بص، هي الفكرة كلها ان هو جات لك حاجة ان انت تسافر بره، دي كانت بالنسبة لنا الموضوع حدث طبعا، وقتها حدث، بالذات. وكمان مش هضحك عليك برضو، هو العرض كان مغري جدا. امم. انت بتتكلم في 2005 $60,000. يعني رقم كبير جدا رقم في الوقت ده. كان بالنسبة لنا كمان ان انت عمرك ما هتاخده هنا في مصر. ده حقيقي، ده كان حقيقي. طبعا كانت العقود ساعتها فروقات رهيبه المبالغ، عن. لا فروقات كبيرة، ان امم. انت زائد بقى ان انت هتتعامل معاملة مختلفة تماما. فالحته دي برضو انت لسه شاب صغير، لسه بتبدا حياتك، فانت بتفكر بقى انك في شقه وفي عربيه وفي حياه وفي عايز تامن، وعايز تفكر بعد كده في جواز. انت بتفكر هو تامن مستقبلك ازاي صحيح. في حته زي دي. فانت بتجيلك فتره اللي هو ايه، طيب طب ما انا ممكن اجربها لفتره امم. والدنيا، وارجع تاني وانا لسه موجود، وانا لسه الدنيا تمام، وانا لسه مطلوب. صح. فهي دي الحته انت ساعات بتروح، امم. فاللي هو الناس كلمتني، امم. احنا محتاجينك كذا 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 كذا، تمام اوكي، ما عنديش مشكله. في الاول وفي الاخر كان وقتها الاتحاد والنادي امم. كان ليهم دور كبير جدا، هم صح، اللي في الموافقه قرروا، في الخروج. زائد ان هم بياخدوا فلوس امم. الاتحاد والنادي. صح صح. ف... فقلت لهم يا جماعه، انا الموضوع بالنسبه لي انتوا عايزين تاخدوا مني، انا ما عنديش مشكله خالص ان انا امم. ابقى موجود، بس هي في الاول وفي الاخر القرار مش بتاعنا. صحيح. النادي الاهلي هو صاحب القرار الاول والاخر. لو هو النادي الاهلي محتاجني، انا اوريدي هبقى موجود. امم. عمري ما النادي الاهلي يقول لي لا انا محتاجك تبقى موجود وانا اقول له لا. فهي دي الفكره يعني. صح. فطبعا الكلام حصل، النادي طلب مبلغ، امم. الاتحاد طلب مبلغ، فطبعا الموضوع وقف على كده يعني. كانت صح. المبالغ طبعا اللي النادي والاتحاد طلبها كانت مبالغ كبيره جدا. جدا. فطبعا اترفض القصه كلها. فخلاص تمام اوكي. حتى لما جه النادي بيتكلم معايا في العقد بتاعي، امم. قلت لهم انا مش عايز اي حاجه غير ان انت تقدر، ان انت بتقدرني مش اكتر ولا اقل. انا صحيح. عمري ما هاجي اقول للنادي الاهلي انا عايز كذا، امم. انت مقدرني بكام، اوكي تمام، اوكي انت خلاص المبلغ بيرضيني، ما عنديش مشكله خالص. صحيح. حصل انا في حاجه معينه عايزها، طب يا جماعه لو سمحتوا انا موضوع كذا بس، مظبوط. عشان برضو في الاول وفي الاخر انا واحد ببدا حياتي وما بعتمدش على طبيعي. حاجه، فانا طبيعي. بعتمد على نفسي. فالحته دي حطوها بس في الحسبان يعني. صحيح صحيح. قبل ما ارجع للنهايات مع الاهلي في الاخر خالص، والعرض بعد كده الاحتراف الاخير، لكن هتكلم عن نقطه انا من وجهه نظر انا
نقطة التحول بالنسبة للكابتن محمد عبد الوارث حاجتين: المشاركة مع منتخب ال 82 اللي هو منتخب أكبر من جيله وتحديدا في البرازيل، تمام. وكأس العالم بتاع تونس. أنا بشوف إن الاتنين دول نقطة تحول بشكل كبير، لكن هبتدي الأول بفكرة إن لعيب مواليد 84 أو لعيب في جيل معين، لأن إحنا هنجيلها، هنجيلها مع زين، بس أنا بتكلم لعيب في جيل ال 84 مطلوب يلعب مع منتخب ال 82. النقله دي جت ازاي؟ وما حسيتش بالصعوبه ان انت مش متاخد بس كمنتخب جيلك واحد من احسن اللعيبه في جيله، لا ده واحد من احسن اللعيبه في الجيل الاكبر منه؟ جت ازاي اصلا انك تروح مع منتخب 82 في البرازيل؟ والله هي بس كانت الفكره كانت في البدايه طبعا كانت في النادي. مم. كنت انا بتصعد مع 82 فريق 82 في في النادي. النادي الاهلي. فكنت بلعب معاهم ماتشات. فطبعا كان المدرب ساعتها كان هو كان بيجي طبعا دايما المدربين كانوا بييجوا يتفرجوا على صحيح. الماتشات وبييجوا يشوفوا، واحنا كان بيشوفونا كمان في المنتخب 84. صحيح. فكان ساعتها وقتها كان كابتن عماد ابراهيم، وكان معاه المدرب الدنماركي كيرت نيلسون. يعني كابتن عماد ابراهيم اه هو دايما وبيقولها لابني دلوقتي: انا مرنت ابوك ومرنتك. ايوه. على ربنا يديله طول. الصحه طبعا، يعني اه تحيه كبيره طب كابتن عماد، يعني من من الناس الناس الجميله الجميله جدا جدا بصراحه. جدا. انا اتعاملت معاه بشكل شخصي يعني اه صراحه ناس جميله جدا، بس يعني سبحان الله المفارقه هي دي اللي خلتني اضحك، ان هو اللي بيمرن زين عبد الوارث دلوقتي وهو اللي مرن كابتن محمد عبد الوارث، فهي بالظبط مفارقه كده. يعني جميله. فطبعا هو اختار مم. ان انا ابقى موجود معاهم، ان انا ابقى شارك، ان انا ابقى ليا دور. والحمد لله انا طبعا لما حصل موقف زي ده، انا بالنسبه لي طبعا حاجه يعني اللي هو فرصه امسك فيها، عشان الفرصه دي بتوصلك لفرصه اكبر. صحيح. فدايما لازم على طول ببقى بفكر فيها ان هي فرصه بتجيلك. الفرصه مم. اللي بتجيلك دي لازم تمسك فيها كويس قوي. لمجرد ان انت وصلت للتارجت اللي انت عايزه، هتبدا تفكر في التارجت اللي بعده. صحيح. فهي الفكره جت من كده، ان انا استفيد طبعا من كل مدرب بيمرني في حياتي. لازم اخد منه اي حاجه موجوده عنده. هو عنده بتبقى عنده حته لازم اتعلمها منه، من هنا ومن مم. هنا ومن هنا. فطبعا الحته دي ان انا كنت ابقى موجود مع الجيل 82، ان انا صحيح. اعافر ان انا يبقى عندي تارجت ان انا في كاس عالم موجود. في بطوله شباب بعديها بالظبط. 84، وبعد كده كاس العالم فهي دي 84. بالظبط كده. فان انا اخلص كاس عالم 82، ارجع منتخبي بطوله افريقيا الحمد لله. مم. كاس عالم. فرقت معاك بقى يا كابتن لما انت طبعا فرقت معاك؟ انت خبرات طبعا. حسيت ان انت في وسط اقرانك في جيلك انت حاسس ان انت لا في اكسبيرينس واخدها اعلى من اللي حواليك؟ هي ده طبيعي، انت طبعا احتكاك اعلى منك طبعا، ان انت بتشوف الاجواء اللي هم لسه ما ما شافوهاش. شافوهاش. فالحته دي بتبقى انت كسرتها خلاص. امم. فانت بتبقى داخل وانت عارف يا جماعه احنا الوضع هيبقى واحد اتنين تلاته، احنا لازم نعمل كذا عشان كذا، احنا شفنا الكلام ده وحسينا الكلام ده وجربناه. فلازم صحيح. انتوا من البدايه تبقوا عارفين ايه امم. الاجواء اللي بتحصل، عشان ما يعني الصدمه الاوليه والرهبه الاوليه دي تبقاش موجوده. صح. فدي كنت انا واحمد الاحمر وبلال صح. عواد، وكان السيد محمد كان الجون، صح. وكان محمد ابراهيم كان في اوقات كان بيبقى موجود معانا، بس ما حلفوش الحظ ان هو يبقى موجود في البطوله. صحيح. فهي دي الفكره، ان احنا قدرنا نوصل الحته دي، ان احنا نقدر امم. ناخد الفرقه بتاعتنا ولاعيبتنا، ان احنا نلمهم وان احنا نوصل صحيح. بالشكل ده. لعبتوا افريقيا 4 يعني جيل 84، بعد كده رجعت تلعب بطوله افريقيا، وبعديها لعبتوا كاس عالم، خدتوا سابع عالم اللي وقتها كنا شايفينه حاجه بعيده. دلوقتي هو بالنسبه لنا يعني اعجاز مش انجاز، خاصه بس انا متفهم ليه كانت الناس شايفاها ان احنا كنا ممكن ناخد المركز احسن من كده، عشان أنا من وجهه نظري المتواضعه جيل 84 تحديدا هو واحد من اقوى الاجيال، ما كانش اقواها في الاجيال المختلفه بتاعت مصر بصراحه يعني. كلها ده كمان الليجندز الناس. كلهم لما بصيت في كل نادي هتلاقي الليجندز كلهم تقريبا من الجيل ده. احنا لعبنا، وكمان احنا يعني ما حلفناش الحظ ان احنا المجموعه بتاعتنا كانت في كاس العالم 84. كانت مجموعه صعبه جدا، صحيح. لدرجه ان واحنا طالعين كان كل التارجت ان هم فاهمين ان احنا هنخلص الدور الاولاني ونرجع. مم. يعني كان خلاص هو من صعوبة المجموعة. انت بتتكلم، انت معاك كوريا، دنمارك، فرنسا، سويد، وفرنسا في وانت عزها. لا هو فرنسا انت بتتكلم ابالو، مم. كرافاتيتش، كان جيلها مين، جيلها سوريندو فيرود. في الاثنين لعيبه التوأم الباكات، باك رايت وباك ليفت، بس مش متذكر اسمهم ايه. لا كان فرقه السويد كان في 5 لعيبه موجودين فريق اول. صحيح. الدنمارك في 4-5 لعيبه موجودين فريق اول. فانت داخل مجموعه موت. انت اللي هو خلاص يعني كمان ايه، زائد ان انت هتخلص المجموعه دي الدور الثاني. اسبانيا، المانيا، ايسلندا.
لا يا جماعه، فين طب بقيه فين المنتخبات السهل بقى؟ بالظبط هنلعب السهل امتى يا بالظبط. شباب؟ فانت كنت رايح، انت بالنسبه لك انت هدف، انا رايح مم. اعمل اقصى حاجه عندي. اه في الاول في الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا، الحمد لله صحيح ربنا وفقنا. خسرنا ماتش الدنمارك بس، صح. وكانت هي يعني الدنمارك خساره. ماشيه معانا في كل الاجيال. لا هي كمان هي للاسف ان احنا كان اول ماتش لينا في البطوله، مم. وكانت حصل كام ظرف كده جوه المباراه، احنا اتعاملنا معاهم بشكل غلط. مم. فهو ده اللي حصل فيها الخساره. احنا خسرنا تقريبا فرق واحد تقريبا او فرق صحيح. اتنين حاجه كده. الدور التاني كسبنا كل الماتشات. ده حقيقي. اسبانيا اللي خسرناه مم. بس. وهو ده اللي خلانا نوصل سابع. احنا كان زماننا دلوقتي صحيح. دخلنا في حته في تانية خالص. في الترتيب في المربع الذهبي. ده بالظبط. حقيقي. ده بس حقيقي. هو حصل ظرف ان انا يعني كان في مصطفى السيد صح الاشول، صح. كان عنده شرخ في دراعه ده حقيقي. والشمال اللي هو بيلعب بيه، اللي هو بيلعب وكان بيه. مجبس تقريبا شبه مجبس ايده. ده حقيقي. وانا ما حدش كان يعرف ان انا عندي التهاب في الزايده بنسبه 80%، امم. ومحدش يعرف. اه دي معلومه اصلا. وبلعب اه دي معلومه يعني محدش. انا نازل الماتش، انا متفاجئ ان حاجه بتقول يعني لي. واخد حقنتين قبل الماتش وحقنتين ما بين الشوطين. انا لدرجه عشان تكمل. عشان هو ما حدش عارف انا فيا ايه، اه بس انا مش شايف وجسمي همدان والدنيا يعني مش كانت متظبطه. لدرجه اخر الماتش انا كنت شايف كل يعني احنا لابسين ابيض واسبانيا لابسه احمر، امم. انا شايف كل الناس ابيض. ابيض. والله مش شايف حاجه يعني حرفيا. لدرجه ان انا كنت في كوره انا باصيتها لاسبانيا بجد. يعني عايز اديها الاحمر، الاحمر. احمد الاحمر جنبي، انا عايز اباصيها له. انا شايف لعيب بيجري، انا شايف واحد لابس ابيض، صحيح. فاديت له الكوره. فبعد الماتش كمان يعني خسرنا الماتش ده. صح. بعد الماتش انا اغمى عليا ودوني المستشفى، ورجعت بطياره تاني يوم حجزوا لي، رجعت على المستشفى عملت عمليه ورجعت. كانت اجواء لما كده. اجواء صعبه جدا بس جدا. طبعا الاتحاد طبعا وقتها كان مقدر احنا عملنا ايه، صح. وكان عارف كم المجهود اللي احنا عملناه والفرق اللي احنا بنلعبها. صحيح. فطبعا ده كان هم قدروا يتفهموا ان احنا طبعا اللي احنا عاملينه ده يعتبر انجاز طبعا. ده حقيقي. بس فهي دي كانت الفكره. وبعد كده بقى الحمد لله كاس عالم 2005 صح. بدأنا. لسه بقى كنت هجيلك. انا بالنسبه لي ودي وجهه نظري يعني انا المتواضعه، ان انا بشوف ان نقطه التحول الحقيقيه في مسيره الكابتن محمد عبد الوارث كاس العالم بتاع 2005 ده بتاع تونس. التغيير في الهويه اصلا وفي طريقه اللعب حتى بتاعتك في مركز السنتر هاف، والواي بتاع النقله من اللي هو الناشئ من حلوان للاهلي للمعافره جوه الاهلي بعد كده المنتخبات 82 4. النضج بقى والتحول ده اتبروز كله في كاس العالم بتاع 2005. احنا شفنا نسخه من كابتن محمد عبد الوارث مش طبيعيه. يعني النسخه بقى اللي هي دي لا مختلفه خالص عن كابتن سامح. هو البدايه ان ما حدش يعرف ان انا كانت بدايتي باك رايت، بعد كده باك ليفت، بعد كده سنتر هاف. سنتر هاف يعني سنتر هاف يعني ده انت كان اصلا منتخب الشباب بتاعنا، كان دكتور كريم مراد هو اللي كان عامل توليفه كده غريبه. بس انا بدايتي برضو باك نفس ليفت لا بدايتي كانت نفس المشكله. سامح باك رايت فانت باك فانت رايت، باك رايت مفيش كلام. مش فهي دي هتتناقش المركز. اللي هو يا جماعه طب ما يعني حاولوا غيروا. لا انت هنا. بس فبدايتي كانت طبعا كانت 2005. كان الطلب مني، كنا في ماتش يوغوسلافيا. كان اول ماتش ليا نزول. فطلب مني حاجه واحده، كنت انا اللي موجود في السنتر هاف، وكان طبعا كابتن حسن يسري من الناس اللي انا بحترمها جدا والناس الجميله جدا بصراحه يعني. فحسن يسري كان طريقه لعبه مختلفه تماما عني. صح. ففي وقت من الاوقات المدرب جه قال لي انا مش طالب منك غير حاجه واحده. انا عندي حسن يسري طبعا خبرات، طريقه لعبه مختلفه، ان هو بيمشي الملعب وبيحرك الباكين وبيشغل الباكين جنبه. فانا في وقت من الاوقات هنزلك، انت دورك ان انت هيبقى جنبك حسين زكي، جنبك محمود كرم، الناس دي بتشوط، فانا عايز اللي في النص كمان يشوط. صح. عشان وده المختلف فعلا عن كابتن حسن. ده حقيقي. فهو قال لي الكرة اول ما تجيلك، مجرد ما انت وصلت 9 متر ما حدش جه جنبك، اطلع نص شوطه مالكش دعوه، انا المسؤول. اول واحده تك جون. تمام. نفس الكلام تاني واحده، خلاص بقى هم بداوا ان في واحد بقى، في حد تالت متحمل عليه في اللعب وفي الشوط غير كابتن حسين. الكره اللي بعدها تك نفس الكلام، بدا يطلع يلعب عالي. قال لي تعالى بقى انت خلاص دورك خلص. اتفضل حسن انزل تك 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 تك. الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الماتش ده. ده حقيقي. فدي كانت البدايه
في ان خلاص بقى في هويه خلاص لمحمد عبد بقى. الوارث في السنتر هاف لوحدها خالص مختلفه عن. بالظبط، انت حتة ان هو المدرب بيديك ثقة ان انت مم. تبقى موجود وتعمل اللي عليك وما تقلقش. هي صحيح. دي اهم حاجة بتبقى موجودة في المدربين. يعني في مدربين كتيرة بتعمل كده، وفي طبعا مدربين لسه ما عندهمش الخبرات في للاسف الحتة دي. اه، ده حقيقي بس ده حقيقي. رجعت من 2005 للاهلي، اتكلمنا عن الجزئيه بتاعت التحديات والبطولات اللي خدتها في افريقيا لحد ما شاء الله بنتكلم 7 دوري 6 كاس افريقيا ابطال كؤوس، كابتن النادي الاهلي 2017 2018 حتى، يعني كابتن محمد اتكلم عن اغلى البطولات. بعديها ما كانش لسه في قوه قوي للسوشيال ميديا، لكن كان في كلام كابتن عبد الوارث مكمل، كابتن عبد الوارث خارج، كابتن عبد الوارث هيتعرض عليه ان هو يكمل في المنظومه بتاعه الاهلي في التدريب، لا هنا لهنا لهنا لهنا. جه عرض نادي بعد كده النادي الوحده الاماراتي. من وقت انا القرار وقت ما كان اتكلمنا عليه اللي كان فيه صعوبه من العرض بتاع الشرقه للعرض بتاع الوحده، بخلاف بقى ان القرارات اتغيرت، انت نفسك حتى في اتخاذ القرارات وفي زي ما بيقولوا كده في الحسبه بتاعتك اتغيرت من العرض من وقت محمد عبد الوارث في عرض الشرق لحد العرض بتاع الوحده. وشفت اصلا النقله للامارات ازاي، هي جات لك قبل كده بس اه شفت بقى بعد ما رحت كانت ازاي. والله، هي كانت ظروف نقلة الوحدة كانت ظروف مختلفة شوية. امم. ان هو انا كان موجود لا مش موجود، لا هروح حتة لا مش هروح حتة. انا كانت عندي مشكلة كبيرة جدا، وجودي في مصر امم. مش هعرف العب غير في النادي الاهلي. امم. دي كانت المشكله بالنسبه لي، ده ان حقيقي. هو انا مش هعرف ابقى موجود في مكان تاني غير حتى لو النادي الاهلي. جالك اي عروض من اي انديه تانية الوضع بالظبط، صعب. هو جالي عرض، بس جالي كان نادي سموحه. امم. بس جالي قبل ما الموسم يخلص بشهرين. اوكي. فطبعا الناس اتكلمت معايا، قلت لهم يا جماعه انا ما عنديش مشكله طبعا ان انا ابقى موجود. نادي سموحه فريق محترم، امم. فريق كبير، موجود من ضمن الاربعه. صح. قلت لهم بس انا عمري ما هدي قرار دلوقتي غير لما النادي السيزون الاهلي، يخلص. بالظبط اللي هو السيزون بتاعي يخلص، زائد النادي الاهلي اعرف هو محتاجني ولا لا. انا مش هدي قرارات ان انا هروح امضي معاكم خلاص تمام معاكم. النادي الاهلي لو جه قال لي انت مكمل معانا، انا عمري ما هرفض امم. ايا كانت الظروف. حتى حتى لو دقايق لعبك هتقل، لو الوقت اللي تلعبه هيقل، دورك في ولا الفرق هيقل، الكلام ده كله هو مش انت حاسم لقرار. هيبقى التايم بتاعك هيقل جوه الملعب، وده امم. طبيعي بحكم السن، امم. بحكم ان في شباب طالعه، امم. فلازم ياخدوا فرص. امم. بس في الاول وفي الاخر لا، انا موجود جوه النادي الاهلي. امم. ان حته ان انت بتفنش حياتك جوه بيتك. امم. فهي دي كانت الفكره كلها اللي كانت يعني قافله معايا الموضوع. انت كنت حاسم قرارك ضمنيا من جواك انه بالظبط، الفينشنج هيبقى جوه الاهلي او جوه بيتك تحديدا يعني. بالظبط. فحصل ان الموسم خلص، طيب يا جماعه ايه الموضوع، هنعمل كذا مم. هنعمل كذا هنعمل كذا. كان ساعتها بقى بدأ دخول لعيبه محترفه. صح. بدأت الأندية بقى، ده بيجيب وده بيجيب ده صحيح. بيجيب. فطبعا النادي الأهلي بدأ دخل موضوع المحترف. صحيح. فرقة سموحة كان المكان اللي كان فاضي، فقال لك خلاص يا مدام الموضوع اتفتح فأنا هجيب محترف. صحيح. ساعتها كان جابوا لعيب أنجولي، صحيح. الباك ليفت بتاع أنجولا، كان بتاع امم. منتخب أنجولا، جابوه. فخلاص تمام اوكي تمام مفيش مشكلة. ايه الوضع اللي انت هتعمله؟ فخلاص انا اوكي تمام، مش هبقى موجود في النادي الاهلي، اوكي امم. ما عنديش مشكلة. طب انت هتعمل ايه؟ طب خش قصة تدريب. انا يا جماعة اوت اوف اتعرض مود عليك دلوقتي ساعتها يا كابتن من النادي الاهلي ان انت ان انا ابقى تبطل موجود، وتروح تدريب؟ ان انا ابقى موجود. قلت امم. لهم لا، انا سيبوني بقى ايه، المركب تمشي امم. وربنا هيجيب لي حاجة ما صحيح. لوحدها. صحيح. فكنت قاعد في امان الله بتفرج على تمرين ابني امم. في اهلي مدينه نصر. امم. كان موجود كابتن محمد متولي، هو كان مدير فني نادي الوحده صحيح. الاماراتي. هو طبعا كابتن محمد متولي من الناس يعني التاريخ في النادي الاهلي، امم. واللعيبه الجميله اللي كانت في النادي الاهلي من امم. ولاد النادي برضو. فكان جاي قابل الناس، كان نازل في اجازه، فانت فين؟ تمام، انت رحت فين؟ عملت ايه بتاع؟ قلت له انا ما فيش، انا خلصت الدنيا هنا، لا مش هبقى موجود امم. خلاص. فلسه بشوف الدنيا، لسه ما طب قررتش. انت من جواك يا كابتن محمد كنت حاسس ان انت قادر لا تدي على الاقل سنه سنتين كمان في الاهلي، ولا انت اه كنت حاسس ان لا اتس تايم تو تشينج خلاص انا الموضوع لا كده لا لا تمام؟ لا, لا كنت خالص. قادر ان انت تكمل عادي جدا؟ كان لسه الموضوع بالنسبه لي لا، فيها مش اقل من فيها عادي سنتين جدا. ثلاثه كمان يعني. امم. فهي دي الحته. بس طبعا هي مشكله النادي الاهلي السوشيال ميديا برضه، امم. وبقت في الرياضه دلوقتي ده هي بقت حقيقي. بتحرك حاجات كتيره قوي. ده حقيقي.
وده طبعا ده يعني دي مميزات وعيوب في السوشيال هي ميديا ده كأي حاجة طبيعية، بالظبط. بس هي فهي ليه بقت فعلا متداخلة في قرارات كتيرة من الأندية، مش الأهلي حتى ما بس. هي للاسف بقت هي الحته دي بقت عندنا، امم. بقت الناس بقت بتركز فيها شويه. امم. بس فحصل ان هو طيب تمام تحب تبقى موجود معايا، تمام اوكي ما عنديش مشكله. قال امم. لي طيب خلاص انا هرجع نراجع كمان يومين، امم. هكلمك واقول لك ايه الدنيا. موضوع خد اسبوع، ايه الاخبار، انا لسه بظبط تمام. فخلاص بقى بدات ايه اللي هو ايه، أنا سستمت انا نفسي على الخروج بره مصر. انا خلاص بقى اللي هو ايه، انا هقف ستوب خلاص. مفيش اي انديه يعني، في نادي الجزيره كلمني صحيح. رفضت، نادي الزهور كلمني رفضت. صحيح. ان هو لا انا مش انا مش هقدر اعمل الموضوع، يعني مش هقدر اخد الخطوه دي صحيح. خالص. صحيح. فلقيته بيكلمني ابعت لي ورقك. خلال 5 ايام بعت لي الاقامه، بعت لي كل حاجه، الورق مم. بتاعي، رحت خدت تاشيرتي وطلعت بس. طيب، خروجك للاحتراف في الدوري الاماراتي واللعب بقى في الامارات وبطولات اسيا، كنت رايح محمل بعبء ومتاثر بفكره الخروج من النادي الاهلي في ظل ان انت مش خارج، مش هنقول يعني خارج عادي، لا انت خارج مش مبسوط، لان انت كنت شايف ان انت كان ممكن تكمل خروجك مش خروج فني قد ما هو خروج ضغوط سوشيال ميديا. انت كنت محمل بقى كل الاعباء دي وطالع الامارات. يعني السؤال حتى بلغه انت طالع تعمل ايه؟ يعني انت بعد كل الضغوط دي وكل اللي حصل لك دون، ما خدتش قرار بالاعتزال، ما خدتش قرار او رفضت ان انت تبطل وان انت تخش مجال التدريب، لا انت كنت شايف ان انت لسه قادر تكمل. التحديات اصلا كانت شكلها، انت اصلا كنت من جواك متحدي نفسك عشان تروح الامارات تلعب. وعملت ايه في البطولات بتاعت اسيا؟ شفتها ازاي؟ شفت اصلا الدوري الاماراتي مقارنه بالدوريات اللي انت بتلعبها هنا؟ الوضع كان عامل ازاي؟ رايح شكل الدنيا رايحه عامله ازاي؟ الوضع ساعتها كان في الامارات لا كان الدوري صعب، وكان امم. الانديه هناك كان لا فيها محترفين كتير جدا، امم. واغلبيتهم توانسه وجزائريين. وفي اجانب طبعا. صحيح. فالموضوع لا كان الماتشات كانت صعبه. ده يعني حقيقي. حتى ساعتها كان في الشارقه، ساعتها كان علي زين امم. كان موجود، هو المحترف بتاع نادي الشارقه. فكان وفرقه الشارقه طبعا فرقه تقيله جدا. جدا. فالموضوع طبعا، والعين والوصل والنصر. الامكانيات اللي عندهم في جلب اه محترفين وكواليتي بالظبط. عاليه بيخلي الدوري صعب. يعني النصر ساعتها كان مصباح الصنعي كان هو اللي في النصر. كان انت بتخش بتبص في كل فرقه نادي هتلاقي محترفين، محترف. وعلى كلاس ايه يعني هتلاقيهم كلاس لا ايه. حاجه كبيره جدا يعني. امم. فهي دي الفكره، ان انت رايح لا انا موجود. انا نادي الوحده ما كانش نادي اللي يعني ما كانش بنفس الامكانيات بتاعت الفرق التقيله دي. صحيح. بس انا وجودي فيه ان انا داخل يا جماعه، انا هبقى موجود في المكان ده. امم. انا التارجت بتاعي ان انا ابقى موجود اعلى مع الفريق ده. زائد ان بفتح سوق لنفسي. صح. ان انا من هنا الستارت بيبقى معايا، بيبقى من هنا اللي هو يا جماعه انا موجود. امم. عارف انت بتوصل للناس لا انا لسه موجود. انا ده حقيقي. الموضوع بالنسبه لي لا. لعبا وتأثيرا في الملعب، بالظبط. انا لسه موجود عادي جدا، ولو كنت كملت كنت هكسر الدنيا عادي جدا. فانا لو ما كسرتهاش هنا في مصر، انا كسرتها بره عادي جدا، وفي وسط دوريات اصعب، لان احنا برضو يعني عشان نكون واضحين الدوري عندنا بيتمثل في ماتش الاهلي والزمالك او ما الزمالك هي والاهلي، ونفس الوقت لو دخل مؤخرا بقى يخش بقى سبورتنج سموحه الكلام ده كله، بس قبل كده كان الموضوع كنا دايما بنستنى الفاينلز، اهلي بالظبط. وزمالك او زمالك كان هو واهلي. دايما على طول امم. الفاينل اهلي وزمالك، وهي دي كانت صحيح. دايما اللي احنا متعودين عليه. هو صحيح. طبعا مش تقليلا من انديه، لا بس خالص، طبعا هي فرق امكانيات. هي الفكره ان انت الاهلي وزمالك هم دايما تارجتهم انت بتلعب بطولات. صحيح. السبورتنج سموحه يعني الناس دي طبعا بدات مؤخرا، بدات الفكره دي. صح. بس هم كنادي هو نادي اجتماعي اكتر، مش نادي اللي هو بتتكلم في في البطولات الرياضه في بالظبط الرياضه اكتر، يعني. بشكل اكبر يعني. بس آه. خلصنا السنه، انا بشوفها واحده من السنين القويه جدا، ممكن عشان هنا الميديا ما كانتش عامله الفوكس المطلوب على الدوري الاماراتي، لكن أنا كنت بشوف السنه دي بالذات ممكن تكون السنه في الاواخر، بس انا كنت بشوفها واحده من اهم سنينك في اللعب تحديدا، لان انت كنت مكسر الدنيا صراحه في الامارات. بعد كده قبل ما تاخد فكرة قرار الاعتزال، ناس قالت ان قرار الاعتزال ده جه بسبب الاصابة، مش بسبب ان انت استكفيت من اللعب. فهو الحقيقة بقى انت فعلا الاصابة كانت هي العامل المؤثر في القرار ده، ولا لا انت كنت خلاص شايف ان كده اللعب خد وقته للنهاية؟ لا والله هي الفكره كلها ان انا حصل فعلا اصابه وعملت عمليه ورجعت عملت التاهيل. عملت تاهيلي والدنيا كانت تمام. الامور كانت ماشيه كويسه جدا، امم. وخلاص الوضع كان بالنسبه لي تمام. صحيح. وخلاص كان كل قراري برضو ان انا التارجت ان انا مكمل لعب. امم. وحصل كلام ما بين سبورتنج سموحه صحيح.
بس هي كانت الفكره كلها كان ان انا سايب البيت وقاعد في اسكندريه وانا القاهره واولادي ومراتي. فالموضوع والسنون بقى اكبر بالظبط. فالقصه بقت فهي اصعب. كمان انا لما سافرت الامارات هي كان عليها لود كبير جدا. ده حقيقي. بس هي كان ساعتها لسه كانوا هم في البدايه، مم. فلسه ما دخلوش بقى في الاجواء المعمعه زي ده ما حقيقي. بنقول. اه. بس فالسنه اللي بعدها لا، الوضع بقيت ان انا ايه، مش عايز برضه اسيبهم. فبدات ايه، طب انا هعملها ازاي، امم. هبقى موجود ازاي. ده السؤال الاصعب اللي كان حاسم في القرار، انا هعملها بالظبط، ازاي. ان انا هبقى موجود ازاي. ففي وسط كل ده امم. فجاه جالي تليفون، آه، احنا حابين تبقى موجود مدرب عام في النادي في الاهلي النادي الاهلي. مين يا كابتن اللي مع كلمك ساعتها؟ الخواجه. كان كابتن جوهر نبيل. كابتن جوهر نبيل. يعني تحيه طبعا اتصل لواحد من بيا، اساطير النادي طبعا الاهلي واللعبه، واحد من اصحاب اللعبه حرفيا، كابتن جوهر يعني. بالظبط. تحيه ليه فلقيته صراحه. بيكلمني، امم. يا محمد، عندك مشكله تبقى موجود معانا في الجهاز الفني. امم. المدرب اللي هو السويدي اولا امم. يبقى موجود وانت هتبقى موجود. وكان ساعتها كان كابتن يحيى يوسف معانا، صحيح. وكمل معانا شهرين. وبعد كده حصل ظروف كده ونقل سيدات مدرب، صحيح. مدير فني. امم. فقلت لهم العاطفه بقى هنا اللي غلبت هو انت عليك. عارف اللي هو ايه، انت بتدي قرار امم. دلوقتي، عايز تدي قرار اه. في خلال اليوم كام اه. ساعة. والقرار ده يا ترى انت هتاخده صح ولا غلط، ولا انت صح. بتفكر فيه ازاي. امم. انا كل حاجة بالنسبة لي ما قفلت، اه. اللي هو انا مش عارف اعمل ايه للحظة. امم. طب العب، اخش. حسبتها حسبة تانية خالص، اللي هو انت في الاول وفي الاخر نادي الاهلي ده بيتك. امم. ما ينفعش ان هو يطلبك وانت ترفض، امم. ان هو يبقى محتاج ان انت تبقى موجود صح. وهو يرفض. حتى لو الدور اللي هتيجي بيه دور مختلف عن دور اللعب. بالظبط. امم. زائد ان انت بحسبها بحسبة اللي هو ايه، انا داخل من الباب الكبير. امم. يعني لما جيت بداية خرجت، التدريب مدرب عام في النادي الاهلي بالظبط، انا حاجة في خرجت من السي النادي في. اه. الاهلي امم. الحمد لله، خرجت من باب كبير. ده حقيقي. مع باحترامي لكل الناس، والناس امم. كلها الدنيا جميلة معاهم. زائد بقى ان انت عارف اللي هو انت الشيفت كارير تك بتقلبه، اه. فبتبدأ تخش من باب كبير برضو. صحيح. فاللي هي دي الحتة، هو ده اللي كان كل اللي هو لا انت خدها، صح. خد الخطوة. صح. انت ما كانش عايش. عندك مخاوف ان انت حتة التدريب وان خلاص انت بتشفت ما بين والله انا لو لعيب قلت لك، لمدرب، ما انا عايز اقول لك، كانتش مخوفك؟ لو قلت لك مش هتصدقني ان انا عمري ما فكرت في حياتي اه. ان انا اخش موضوع التدريب تماما. خالص. يعني انت قرار. اصلا مش ما كانش في ما حساباتك كانش اساسا. في، انا قلت لا 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 لا. اصل انا هي كان جمله دايما سامح بيقولها لي. اه. لما بقول له انت يا سامح انت ليه ما دخلتش يعني بعد ما خلصت ده حقيقي. حياتك كلها تدريب، قال لي جمله، اه. والجمله دي معلقه معاك معايا. لحد دلوقتي. اه. قال لي انا مش هفضل اجري ورا الكوره وانا بلعب وبعد ما بطل. اه. يعني كرة الهاندبول بقول انا دي مش هفضل اجري اجري وراها وراها وانا بلعب وبعد ما بطل. وبطل، طب خلاص هي انا ليها هعيش مرحلة حياتي انا امتى؟ جريت وراها ومش هكمل. اه. انا هعيش حياتي امتى؟ اشوف حياتي امتى؟ صح. بص، هي جملة طبعا خطيرة الصراحة. جملة بالنسبة لي هي لغاية دلوقتي معلقة. بس عارف انت بيجي لك مواقف مم. انت غصب عنك في حاجات بتقدر تغيرها وتغيرها فجأة وانت مش حاسب لها خالص. اه. فانت لا، انت جالك فرصة، جالك مكان مختلف، حاجة جديدة بتشوفها. طب ليه لا؟ بريق برضو فكرة ان بداية التدريب مدرب عام اهلي بس دي لوحدها يعني ما هي تخطفك حتى في هي دي في فكرة فكرة ان هو القرار. لو اه. انت داخل يا جماعة لا، وفي مدرب اجنبي موجود، في خواجة موجود. مم. فانت لا، طب انا عايز اشوف بقى الخبايا دي فين والدنيا واشوف تبقى عاملة العالم ازاي. ده ايه. بالظبط. خاصة ان انت اصلا كنت بتعاني كمان من فكرة ايه الارتباط الوثيق ما بينك وما بين ليجند زي كابتن سامح في عالم اللعب. اه فانت دلوقتي بتنفصل عنه في عالم التدريب، هو خلاص ما بالظبط. ما دخلش عالم التدريب، فمفيش بقى حتى مجال للمقارنة، انا عندي الايدنتيتي بالظبط. بتاعتي بعملها فهي دي لوحدي. فهي دي حاجة من مم. ضمن الحاجات. وزائد ان انا يعني حكم حياتي مم. وشغلي عموما، فعندي وقت كبير فاضي. بس لفة بقى كبيرة في التدريب اه يعني لا حدث بقى ولا حرج بقى، نتكلم درجة أولى رجال، درجة أولى سيدات، ناشئين رجال، ناشئين سيدات، بالظبط. لحد ما وصلنا لحد دلوقتي حضرتك المدير الفني لمواليد 2008 في الظهور رجال. بالظبط رجال. أولا أول سؤال هيجي على ذهني، واحد وصل لمرحلة بنتكلم لمراحل العالمية انه لعب كاسات عالم وبتاعه مكسر الدنيا ودرجة أولى وبطولاته في اللعب، ايه الفرق ما بين اللعب والتدريب على حد كان
بنتكلم انه وصل لمرحله من الليجندري او عمل ليجاسي اسطوره في اللعب، لواحد بيقف على الخط مصيره ما بقاش في ايده بقى في ايد لعيب. ما هي دي بقى، بص الموضوع ده صعب جدا. ان انت في الاول دايما انا بقولها، انت وانت لعيب انت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن نومك، اكلك، شربك، تمرينك. وانت مدرب انت مسؤول عن 24 واحد. صعبة، دي كارثة، صعبة، دي كارثة. موضوع مهلك جدا، ومهلك ذهنيا غير طبيعي. ان انت ازاي مطلوب منك ان انت هتيجي التمرين، نازل عندك تمرين، ان انت عندك 24 لعيب او 23 لعيب او 22 لعيب ايا كان. ازاي انت هتقدر تدي المجموعة دي كلها نفس التمرين، نفس التايم، نفس لو انت مش هتأثر في حق ولا واحد فيهم. دي رقم واحد. معادلة قاتلة. لا قاتلة، دي كلمة قاتلة دي. اللي هو انت كمان في حتة كمان انا بحسبها، انا في الاول وفي الاخر اب وابني في نفس السن. يعني اللي هو انا داخل، انا بتعامل مع اولادي. يعني انا صح. الجيل ده انا بتعامل مع اولادي. انا كنت رافض تماما ان انا امسك الجيل بحكم ان انا يعني ابني في نفس الجيل ده حقيقي. فالفكرة كلها ان انا هبقى موجود على طول، مش هتابع ابني دي اول حاجة. هقابله في ماتشات. انت اتكلمنا عن اول ماتش، انا عارف ان انت لعبت آه. اول ماتش. فهي دي الفكرة. فانت بتحسبها ان انت كمان ان انت عندك مجموعة كبيرة، زائد ان الجيل ده كله انا تقريبا واخدهم من وهم لسه اطفال. ايوه انت مريت بكل مراحلهم من الاول للاخر، وكلهم عارفيني وكلهم بتعامل معاهم وكلهم جو. يعني اللي كان بيجي يبات عندنا في البيت دول انا بتعامل ولادي بالظبط. أيوة. فهي دي الفكرة. فالقصة كلها كانت بالنسبة لي صعبة، وان انا اخش في المجال ده، وان انا اخش في الجيل ده، وان انا كتدريب ان انت مسؤول عن 24 لعيب بتديله نفس الحمل، نفس كل حاجة. واللي جاي بقى تعبان، واللي جاي ناقصه حاجة، واللي محتاج تزود له صعبة جدا، صعبة جدا. وكمان مشكلة بقى ان هو ايه، انت بتمرن ده على حاجة فناقصاه، فواحد تاني ما عندوش الحتة دي مش ناقصاه. فاللي هو طب انت يا كوتش بتمرن ده ليه وما بتمرنيش؟ برضو انت لازم تبقى عامل حسبة ان هو يعني انت ده، طب انت كوتش انت ده مرنته اكتر مننا، طب هو ده خد كذا، فانت عشان بقى تقعد وتخش كمان بقى بعد كده في هيدك بقى التعامل مع اولياء الامور اللي انت اصلا واحد منهم، انت نفسك ولي امر. فده قصه لوحدها تانية خالص. ما هو انا للاسف موضوع اولياء الامور انا مش ولي امر للاسف. ما بعرفش اتعامل ولي امر. يعني انت ما تعاملتش مع زين خالص على انك ولي امر؟ بتعامل ولا سيف ولي امر. لا خالص. ان انا خالص. قصه ان انا ولي الامر لا اعمل كذا وما تعملش كذا وانت ازاي ولا لا 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 خالص. عمري ما اتعاملت معاهم بالشكل ده خالص. طب برضو ناس بتقول المسيره التدريبيه بتاع الكابتن محمد اتاثرت بشكل كبير في شقين. الشق الاولاني انه بدا من كبير، بنتكلم بدايته يعني دي اكبر حاجه، ان انت تبقى مدير فني للنادي الاهلي للدرجه الاولى، او تبقى مدرب عام مع مدير فني اجنبي. بعد كده رجعت مراحل الناشئين، وبعدين ميكس ما بين الولاد والبنات. هل في اختلاف في الهاندبول انك تبقى مدرب لسيدات او لبنات وتبقى مدرب لولاد؟ طب فكرة ان انت بدل ما ابتديت من ناشئين لدرجة اولى، ابتديت من درجة اولى وبعد كده رجعت الناشئين، وبعد كده ان شاء الله باذنك يا رب تبقى درجة اولى تاني او تبقى في المنتخبات الوطنية، مش حاسس ان في يعني تشكيلة وميكس غريب كده في المرحلة بتاعت التدريب دي؟ هو حصل ميكس غريب ومش معمول حسابه. بس يعني عمري ما فكرت ان انا ادرب سيدات خالص. تماما. جت ازاي بقى؟ هي جت ازاي ان انا لما رحت الطيران 2000 خلصت الموسم. كان ساعتها كان كابتن عاصم حماد الله يرحمه كان جه، كان مسؤول، كان مدير قطاع ناشئين. فجه كلمني قال لي انت موجود معايا السنه دي في النادي الاهلي. قلت له ايوه انا موجود. فين بقى؟ قال لي مالكش دعوه انت موجود معايا. قلت له ايوه يا كابتن عاصم انا موجود فين برضه؟ ايوه انا حابب ابقى عارف. لا 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 مالكش دعوه انا هقول لك. قعد يوم التاني اتقابلنا مره كنا قاعدين، فاعمل حسابك انت ماسك فريق 2002 بنات توصلوا كده. ايه ده ايه ده انت بتتكلم جد؟ قال لي ايوه. قلت له كابتن عاصم انت بتخلص عليا. كده بنتكلم معاه بقى ان هو انا بتعامل يعني الله يرحمه كنا بنتعامل معاه ان هو يعني اب. ده حقيقي. انت عايز تخلص عليا؟ انت عايزني انا لسه ببدا
تدريب، انت عايز تخلص عليا؟ خلاص قال لي تخلي بنات مالكش عضل. دعوه. قال لي وهتيجي اليوم وهتقول ان فعلا يعني القرار ده كان صح. مم. قلت له يا كابتن عاصم، انا ما يعني انا اصلا ما بحبش شيل ولاد. اتعامل اصلا. مع الولاد. يعني دخلني الموضوع مع البنات. يعني انا ماسك فرقه وولاد، وطبعا التعامل مع الولاد جوه التدريب، وساعات الواحد بينفعل طبعا. وايده بتطول ايوه ايوه. وبتعمل. قلت له يا كابتن عاصم. قال لي لا لا مالكش دعوه، انا في ظهرك. قلت له يا كابتن عاصم. قال لي مالكش دعوه. قلت له ماشي. فالمهم ان هو دخلت بدات انا مش عارف مش اتعامل، عارف. يعني هو انا هتعامل معاهم ازاي؟ اه فانا يعني حتى انا في الولاد عندي، انا عندي كل ولاد. صح. فاللي هو الموضوع عندي ولاد اخواتي في بنات في وبتاع، بنات بس بس الاقرب ليك ولادك وكلهم ولاد، فانت ما اتعاملتش مع بنات قبل كده. واغلبيه ولاد اخواتي اغلبيتهم ولاد. اه ما فيش غير بنتين اللي موجودين ولا ثلاثه، فالموضوع لا. صح ولاد اخواتي كلهم انا مربيهم يعني. صح. يعني سنهم قريب مني. ايوه فالموضوع لا، طب ازاي اعملها؟ فطبعا قعدت بقى اللي هو ايه، انت عمال بقى بتتفرج وعمال بتشوف وبعدين وتتعامل. الهاندبول بتاع البنات غير الولاد خالص، فانت مختلف تمام، بس تماما. عندهم ميزه ولاد مم. اللذينه. اه اي شغل بيبان فيهم بسرعه جدا جدا. ده كمدرب بقى، انت كمدرب. شفتها كعين المدرب، اي حاجه بتديها لهم اللي بيبان هو عليهم بسرعه. هو ده بقى اللي خلاني يبقى التارجت بتاعي، لا انا مبسوط. اه اللي هي انا داخل مقفول خالص. خالص. مقفول قفله مش صحيح. طبيعيه. اللي هو انا ايه يعني، كل يوم بعمال على عدي اوه التبنيه. عدي يا رب يا رب تطلع من غير مصيبه. بس فاللي هو ايه، بدات معاهم. كمان الجيل ده كان ساعتها كان قعد 3 سنين مم. بعيد عن بطولات صحيح. تماما. مم. فانت اللي هو كان الهدف بقى عندك ان انت عايز تعمل حاجه، اللي هو مم. انت ايه، انا موجود، انا واقدر اقدر. كمان عندي ادرب ده بالظبط وده، عندي بالظبط. النقطه دي ودي. فاللي هو كان بالنسبه لي كان تارجت فظيع. مم. فاللي هو انا بدات معاهم واحده واحده. بدانا اللي هو اول حاجه انا قعدت شهرين مم. شهرين بعالجهم نفسيا بس. مم. بس الهاندبول بالنسبه لي اللي هو فتنس، وبعالج نفسي. صح. ان انت تقدر تخرجهم من اللي هم فيه، في وتقدر تخليهم يعني يبقى عندهم ثقه ان هم هيقدروا يوصلوا لحاجه. صح. فهي دي بقى كان المجهود كبير مم. جدا. زائد ان انا لما بدات معاهم لا لقيت عارف انت الشغل بيبان مم. وبسرعه جدا. صحيح. فاللي هو ايه ده اللي بسطني جدا. مم. فخلاني ايه ازود اخش بقى كل شويه بزود صح بزود. صح. فلقيت الموضوع بالنسبه لي لا، عارف انت اللي هو انت فرحان وطاير جدا انت جدا. وحاسس ان البروجريس قدام عينيك، بالظبط. والشغل بتاعك بيبان باسرع من الولاد. جدا جدا. يعني انا مع الولاد 2000 طيران لا كان في شغل كان بيبان بس بعد فتره. صح. فالموضوع ده كان لا حسيته بقى بسرعه جدا. بس المشكله الاكبر بقى ان انت لازم يوميا تعيد عليه. مم. هي دي بقى مشكلتهم. يعني عندهم الميزه وده العيب، وده العيب. ان هم على طول الحاجه دايما لو انت مش بتحفظ متكرره بشكل كبير. مش متكرره مم. لا حاجات كتيره هتقع منك عشان مم. هم بيحفظوا بسرعه. فاللي هو انت بتديهولهم يحفظ، فاللي صح. بعده اديلهم يحفظ، فاللي قبل كده بيبدا مم. يقع. فلازم تبدا تراجع عليه. طب انت بغض النظر عن الميكس الخطير في التدريب ده، اكيد في مسيرتك في حد من المدربين اثر عليك وشفت ان الطريقه بتاعه تدريبه دي انت لما تروح بالتدريب او لحد دلوقتي فاكرها لدرجه انها مأثره عليك في تدريبك انت بعد ما بقيت مدرب. فمين اكتر المدربين اللي اثر عليك في النقطه بتاعه التدريب دي؟ والله بص، هي مش واحد بس، كل المدربين اللي اتمرنت معاهم مم. يعني كنت بحاول اخد منهم يعني ده جزء ده جزء ده جزء ده يعني جزء ده جزء. تعامل ازاي، مم. التدريبه نفسها وحده التدريب تبقى عامله ازاي، مم. تعامل جوه المباريات بتبقى عامله ازاي، لان في ازاي ترينرز وفي كوتش، ده حاجه وده حاجه تانية فانت خالص. انت عمال تجمع من مم. هنا وهنا 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 بس وهنا. اكيد في حد او اتنين والله اثروا يعني بص، ليهم مؤثر كده انا في شخصيتك المشكله ان حتى. انا يعني انا شخصيتي مختلفه. ما هي دي المشكله، اه ان انا هدوء. يعني حتى دلوقتي وانا في التدريب انت اللي بقيت هو اهدى. رؤساء الاجهزه معايا الاجهزه. اللي هو يا ابني ما تزعق يا ابني ايوه. يا جماعه ما انا مش انا كده. تقول ايوه. انا مش كده. فاللي هو متعودين ان احنا على طول في انفعال في وبتاع. انفعال وفي دايما بيبقى في انفعال مم. وبتبقى في مصايب. صحيح. يعني بس توقفت قبل الكوتش كده وكروت طبيعي جدا حمراء يبقى هادي. وكتير في حاجات. يعني حاجات كنت بعملها صحيح. بتبقى انت لا خارج انا عارف ان في مفارقه، انت واخد كارت احمر وزين واخد كارت احمر في نفس اليوم. اليوم. سبحان الله. لا والسنه اللي فاتت برضو حصل برضو ظرف ان انا توقفت ماتشات. مم. فدي برضو كانت كل الحاجات دي انت بتتعلم صحيح منها.
صحيح. انت دايما انا بشوف ان انا هفضل اتعلم كتدريب وكتعامل وكحاجات من دي. فمش هقدر اقول لك مدرب معين، يعني كابتن عاصم الله يرحمه، كابتن طارق محروس، كابتن محمد عبد المعطي، كزوران كان اللي مرنا في النادي الاهلي في كاس عالم انديه. صحيح. لا مدربين كتير كتير واحنا كتير. صغيرين ومنتخبات يعني مم. لا كتير جدا، وكابتن ممدوح سليمان، لا حاجات كتير، لا مدربين صحيح. كتير كتير جدا. فالفكره كلها ان انت ازاي تاخد من كل واحد حاجه انت تقدر تستفيد منها بشغلك. صحيح. فهي دي الفكره اللي انا كنت بحاول اجمعها عشان اقدر اوصل للتارجت اللي انا عايزه، عشان عندي الخلفيه بتاعت سامح فانت تبقى زي سامح. لا، لا انا محمد فانا عايز ابقى محمد، فبجمع كوكتيل عشان انا ابقى محمد. صح. فهي دي صح. الحته اللي انا كان دايما على طول تركيزي فيها. صحيح. صحيح. طيب هنيجي لنقطة مهمة جدا. الجينات ما بتكذبش. فعندنا زين عبد الوارث مواليد 2008 لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، وسيف عبد الوارث 2010. دول تحديدا اللي بيلعبوا هاندبول. فلو ابتدينا والاتنين سنتر هاف، والتالت بيبدأ لسه، والتالت هيبتدي هاندبول برضه. يعني هو اكاديميات دلوقتي والله خلاص ده داخل في ده المجال 2020 ربنا يخليهم لك يا الله رب يخليك. وتفرح بيهم يا رب. الولدين برضو من المفارقة لما تابعت ماتشاتهم الاتنين سنتر هاف برضو. فتخيلت انه احنا خرجنا من مرحلة سامح ومحمد لمرحلة دلوقتي زين وسيف. هل داخلين في نفس بقى هنخش في نفس المقارنة بتاعت انتوا سنتر هاف فهتقارنوا بمحمد عبد الوارث؟ حسيتها اول ما هم بدأوا. دي حقيقة، وبقت المقارنات ما بينهم هما الاتنين. دلوقتي بقت المقارنه ما بين، عشان بعد اداء زين بالذات في كاس العالم بالظبط. فبقت المقارنه وقبل كاس العالم كانوا دايما بيبصوا للاثنين وكمان سنهم قريب 2008 2010 فطبيعي جدا. فهي الفكره في كده. بتشوف مين فيهم اكتر الامتداد ليك؟ يعني نفس ستايل لعبك قريب من هادي زيك؟ تشوف مين يعني؟ لا انا ما شاء الله الاثنين مش هاديين خالص. فانت مش انت مش انت. لا بص يا زين ممكن يكون اهدى شويه، اوكي، يعني هدوءه زياده شويه، بس في الانفعالات صعب جدا. اوكي. سيف نفس الكلام. سيف هو دايما روح الدعابه موجوده. يحب اللي هو عارف اللي هو بيشاكس اللي حواليه. بينكش مشاكس. بس هو طبعا الموضوع ده بدا يهدى كتير. كتير أوكي. جدا. بس كستايل لعب انت تحس ان زين هو اقرب حد ليك؟ لا سيف الاقرب كفي المهاره اكتر. زين واخد اللي هو سامح اكتر. اللي هو لسه كنت اسالك مين فيهم اقرب لعمه ومين لباباه. اللي هو الفكره كلها عارف انت ايه، واحد الماني واحد اسباني. صح، لسه كنت اقول لك اختلاف الستايل ده. بالظبط. فسيف زين الماني اكتر. سيف زين اللي هو يعني كمان هو ستايله واخد الستايل ده. سيف عشان قعد معايا كتير واتفرج معايا اكتر. صح. يعني السنتين الاولانيين او السنه اللي كان زين بدأ فيها بطولات وهو كان لسه. صح. فكان بيجي معايا التمرين كتير، زائد ان هو كان على طول لما كنت بتفرج على ماتشات اوروبا ولا حاجه، هو على طول بيتفرج وعلى طول ماسك تليفون فيديوهات كتير 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 كتير. ده حقيقي. وعنده حته ان هو انا بحب امتع الجمهور. ودي كارثه عملت له مشاكل كبيره في حياتي. انا بحب وانا بلعب انا احب امتع الجمهور. يا ابني يا حبيبي في وقت ما ينفعش تمتع الجمهور. وانا بقى مدرب بقول لك ده بيشل المدربين. انا لدرجه انه فعلا في مدرب قال له يا حبيبي العب لعب سنك وما تلعبش اللعب ده. ايوه. فكان مسبب له مشاكل في البدايه. وهو عاطفي زياده شويه. فده اقرب ليك شويه في المدرسه في طريقه اللعب. في طريقه اللعب هو اقرب، يعني قريب شويه. زين برضو نفس الكلام. عنده الحركات الفنتات اقرب لكابتن سامح شويه. بس هو الخامه نفسها والشغل، يعني الخامه نفسها هو مدي على سامح شويه. صحيح. طب انت دلوقتي قلت ودي جمله مهمه، انا مش بتعامل معاهم عمري كاني ولي امر، بس انت مدرب. فدلوقتي انت بتتدخل في حاجات ليها علاقه بالتدريب بتاعهم ولا لا انت فاصل نفسك عنهم خالص؟ خاصه ان انت مدرب دلوقتي للزور 2008 اللي هو نفس جيل زين. فانت بتتدخل شويه في التدريب بتاعهم؟ لا خالص. يعني انا مجرد ان انا يعني انت بتدي معلومه. انت نصايح، انت دايما شغال من اكسبيرينس بس هي الفكره كلها ان انت لازم انا اتعودت على كده او انا اتربيت على كده. واللي كان سامح بيعمله معايا. هو انا بسيبك انت اللي تعمل. صح. ما ينفعش اعودك انا بعمل على طول او انا على طول انا اللي ستارت. ما ينفعش. لازم انت اللي ستارت. وفي الحته دي
وبعد كده بناء عليه على اللي انا شايفه مم. انت اتجاهك رايح فين، مم. ببدا اوجهك. اللي هو انا ايه يعني، واحد ماشي على الحبل انا عمال بيرمي يمين اروح سانده شويه بيرمي. هي الفكره في كده، ان مم. انت ازاي بتقدر تديله ان هو يبقى البالانس بتاعه مم. تمام. نصايح اكتر منها انستراكشنز، اكتر منها بالظبط. حاجات. فهي دي هي دي المعلومه يعني. صحيح. طيب لما اتفرجت، يعني يمكن لسه ان شاء الله نشوف سيف في اقرب وقت، بس لما حصل الفوكس على زين مم. في بطولات العالم، ابتدت الناس تعيد الذاكرة ليه ده زين عبد الوارث، زين عبد الوارث. فابتدى لما الناس تعرف ان هو نجل كابتن محمد عبد الوارث، ابتدت الناس تتحط في حتة، خاصة يعني ما شاء الله احنا بنتكلم زين كان واحد من اعلى ارقام في البطولة، بنتكلم 9 اجوان من 12 محاولة، يعني بنتكلم بنسبة 75% في السن ده رقم مش قليل. الناس ابتدت تعمل فوكس على زين ويوسف عمرو. يمكن يوسف الضجة كانت ابتدت عشان موضوع الانتقال للزمالك، وان كان في مفاوضات وكذا وكذا وكذا، انما زين عشان هو اهلي صرف فما كانش الفوكس ده. بس بعد البطوله من المستويات اللي اتقدمت حصل الفوكس ده، ابتدينا ترن في ودنا نوستالجيا المقارنه بتاعت سامح ومحمد. فابتدينا بقى ايه، زين ده زين، هي يا ترى هيبقى ربع اه مستوى كابتن محمد والليجند اللي عملها مع لا، ده الاهلي؟ انا طب دلوقتي هل بيقولوا لي لا الكلام يعني الكلام مع الناس ده بحسن منك بكتير. قلت لهم يا رب. يا رب؟ طبعا طبعا اتمنى اكيد طبعا. يا رب. مش اتمنى. خايف عليه من الحتة دي؟ يعني انت نفسك اتأثرت بيها واثرت في مسيرتك بشكل كبير، انت مش خايف عليه من الحتة دي؟ اللي هي اللي هي حتة اقترانه بان هو عمه اسطورة وابوه اسطورة، فالناس لا هتحطه في مقارنة بص، انا انك ما دايما عملتش زيه. لا انا دايما بقول لاولادي من وهم صغيرين، من اول ما امم. بداوا، يعني حتى اول ما بداوا هاندبول او بداوا رياضه، ان هو من سن ال5 سنين آه، تحب تلعب ايه؟ امم. دي اول حاجه. طبعا كلهم زيهم زي اي اطفال، احنا امم. عايزين نلعب كوره. اه. اوكي تمام، ما عنديش مشكله. قلت لهم بس هنخش هاندبول وانت اللي تختاره كمل فيه. صحيح. فبدا هنا وبدا هنا، وبدات ان انا اتابع امم. اللي هو انت هتنفع ولا مش هتنفع، امم. هتبقى موجود هنا ولا لا. فطبعا كان فكره الهاندبول طبعا لا، هو في فرق كبير ما بين الكوره والهاندبول. صحيح. ان انت في تراك الهاندبول لا، امم. انت يعني كل المقاومات موجوده عندك. امم. فبدات واحده واحده، بدات ان انا ازق احببه فيها. اوكي. فبدا يخش في المجال وبدا يبدا وستارت 1 2 3 4 امور مشيت. قلت لهم معلومه، قلت لهم بصوا، انا واحد هقول لكم نصيحه. امم. انت زين محمد عبد الوارث وانت سيف محمد عبد الوارث، امم. اختار حياتك، رياضه، بزنس، ايا كان، امم. مش انا اللي هختارها لك. الحاجه اللي انت هتلاقي نفسك فيها وحاببها وهتبقى توصل فيها لاعلى درجه، امم. اختارها. حتى لو انت مش هتلعب رياضه، امم. مش معنى ان باباك فلان كان لعيب وعمك رياضة فلان وعمك فانت لازم تبقى فلان. لا، امم. انت ممكن تبقى مميز في اي حاجه. قلت شلت، له بتحاول تشيل من عليهم بريشر اللي انت اتحطيت فيه. بالظبط، قلت له دور ازاي تبقى مميز. امم. هي دي الفكره، ان انت ما ينفعش تبقى زيك زي اللي موجود. امم. حياتك كده حط تارجت. انا مش عايز ابقى طبيعي زي اي حد، انا مم. عايز ابقى مختلف. مم. فالمختلف ده عليه يعني لازم يشتغل كتير جدا، مم. لازم يفكر بفكر مختلف، مم. لازم هتضحي بحاجات كتيرة جدا. فانت بناء عليه عشان تبقى مختلف. صحيح. لو انت مش عايز ومش حابب، خلاص اوكي تمام، ما عنديش مشكلة. ان صحيح. انت تلعب رياضة ما تلعبش رياضة، انت وقرارك. مم. بس انت اللي هتبقى مسؤول عن قرارك. مم. فهم الحته بقى انا كنت بتعامل معاها في الحته دي، سايبك كمل واعمل، اغلط وهعلمك وهقول لك. مش قابل مني النصيحه انا هقولها لك، بس خد بالك هي هتحصل 1 2 3. مم. فاللي هو مش مترجم، يا عم انت بتقول اي كلام. مم. فاللي هو لا فعلا، لا دي مواقف بجد اه. بقولها. انت هتعمل كذا فهيحصل كذا فهيحصل كذا. ف... يا عم بقى ما تكبر دماغك بقى، توجعش الدنيا دماغنا مش بقى. كده. انت هتعملي فيها فاهم كل حاجه، خلاص اوكي تمام. ماشي. عايز تعمل عيش، اعمل. اه. عيش يعني في موقف. فيصطدم بالواقع ان هو اللي انت قلته حرفيا هو اللي حصل. بالحرف اه. بالحرف حصل 1 2 3. صحيح. فجاي اللي هو انت بتعرف ازاي؟ ازاي؟ قلت له يا حبيبي لا تعالى، ده ما انا انت بعرف جاي انا ازاي. كنت راجع. لا ده جوه الرياضه وبره وبره في الرياضه. الحياه. يعني بره في موقف انا عمري ما هنساه، ده الموقف اللي كان مع زين. خلاه بقى اللي هو انت بتقول الكلام هو بالحرف، خلاص. انا هسمعه بالحرف. انا
طبعا في حاجات طبعا في سنه اللي هو انا اكيد سن مراهقه في عايز طبيعي اجر يعني. سكوتر. اه. كنا في الساحل، امم. عايز اركب سكوتر يا حبيبي. غلط. اه. بلاش، انت ما بتعرفش امم. لما تتعلم عليه قوي. لا 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 تمام، انا جربته قبل كده. وطبعا ولا هو جربه ولا اي ولا نيله. اي حاجه. طيب ماشي، حتى الراجل قال لي بس جربه تمام خده، ما لقيت الدنيا مش عارف. قلت له اه. طب ماشي، عايز تجربه اوكي تمام ما عنديش مشكله. قلت له بس انت هتروح تاخده، امم. هتجربه، هتبقى الدنيا تمام، هتكمل، وانت راجع توديهوله هتقع تتعور. اللي هو بقى انت اه، انت إيه، مخاوي يعني خلاص يا عارف كل عم حاجه. بقى، وانت من الاخر كده مش عايزني اعملها يعني. اه. اه. قلت له خلاص تمام اوكي. اوكي والله انا قاعد، كنا قاعدين مع اصحابنا اه. الدنيا تمام. كانت اللي هو السنه بتاعت اللي هو قبل يعني، كانت سنه كورونا تقريبا او قبل اه. كورونا كده. كان الساحل فاضي والدنيا هاديه، وقاعد كده ولقيت واحد بيعمل لي كده. ببص، ده وده اوف ومتشلفط اوف من اوف هنا اوف ومتشلفط. اوف. وباصص لي كده وشه عم كده. اه. بص له ايه بص له الاخبار؟ كده. السيناريو ايه؟ راح قال لي، قال لي انا اسف. قلت له طب يلا، رحت واخده على الصيدليه، عملنا الاسعافات والدنيا اه. اه. تمام واحنا ماشيين. هو انت عرفت منين؟ قلت له عرفت ايه؟ قال لي انت ما فيش كلمه ما قلتها ما قلتها مش حصلتش. هي اللي حصل. قلت له يا حبيبي، الموقف اللي انت فيه ده انا وقعت فيه في. وجربته. هو. بالظبط. فانا بناء على مواقف بتحصل لي في الحياه فبقولها لك، بسبق فبقول لك لك. الاحداث. بس وعمري ما همنعك، مم. عشان انا لو منعتك انت هتعملها. عند هيبقى الموضوع فانا عند. مش عايزك تعمل، انا عايزك تجربها مم. عشان تحس بيها، عشان بعد كده تبقى مقتنع. صح. قلت له بس في حاجات لما انا هرفض فيها، تاكد تماما ان الرفض بتاعي ده، وهيبقى في عند في الرفض، مم. ان دي هتبقى ليها خطوره. مم. يعني في حاجات اسيبك تعملها، خطورتها الدنيا الموضوع بالنسبه لي هتعلمك. لكن في حاجات تانية هتبقى هو ما فيهاش علامه، هتبقى فيها صحيح. وقعه كبيره. فدي صحيح. اللي انا هرفضها تمام. فتعود على كده. فانا مم. بتعامل معاهم ان هو انا ما بتعاملش معاهم ولادي، بتعامل مم. يعني هم اصحابي في الاول صحيح. وفي الاخر، صحيح. عشان انا عشت الاجواء دي مع سامح. مم. انا كنت كده مع سامح. مم. فانا على طول دايما، فهي دي يعني دي اللي على طول معايا، احب ان انا ابقى موجود. صح. صحاب وخروج ونلعب ونهزر هنا وهنا. فهي دي كانت الفكره يعني. طيب، قبل ما اختم مع حضرتك كده بشوية أسئلة سريعة، يعني لو هتكلم في آخر سؤال بالنسبة لي، أنت شايف الفترة الجاية أو رؤيتك بشكل عام لمنتخب مصر مع باسكوال في الفترة الجاية، وعندنا بطولات أفريقيا وعندنا خاصة إن برضو هنتحط في حتة النجاحات اللي اتحققت مع منتخبات الشباب اللي فاتت، تمام. وخاصة المنتخبين سواء كان بتاع كابتن طارق محروس أو سواء المنتخب بتاع كابتن عماد إبراهيم، فهيبتدي الناس تقول طب عايزين نشوف فلان، طب عايزين نشوف علان، طب فلان ليه ما يتصعدش. أنا من وجهة نظري ببقى خايف إن اللعيبة دي صغيرة فما تتحرقش، وخاصة إن هم ما بيلعبوش حتى لسه في الدرجة الأولى في أنديتهم، ولازم ياخدوا وقتهم ويعيشوا وقتهم في سنهم. تمام. فبتشوف الفترات الجاية الأول، هل اللعيب الصغير ينفع ان هو لمجرد انه توهج في بطولة مع سنه ينفع يتصعد درجة اولى على طول؟ السؤال التاني، شايف منتخب مصر ازاي مع باسكوال في الفترة الجاية؟ ماشي احنا نبدا الاول بالشباب. اوكي. هي فكره الشباب، هو مين يقدر. امم. هي دي النقطه، امم. دي رقم واحد انا ببص لها. هل اللعيب ده يقدر ولا ما يقدرش، يقدر امم. يستحمل ان هو ينط جيلين امم. ولا ما يقدرش. امم. فكره ان هو بيلعب منتخب شباب، فهيتصعد يلعب مع الدرجه اولى، امم. احتكاك كويس، بس هي بالنسبه له طريقه لعب ده غير طريقه لعب ده تماما. صحيح. فده وارد جدا ان هو ياثر عليه امم. هنا او هنا. امم. هو انت غصب عنك هتطلع درجه اولى، فانت لازم تمشي بالسيستم اللي موجود في الدرجه الاولى صحيح. وطريقه اللعب اللي انت عمرك ما اتمرنتها امم. وانت ما شفتهاش. فانت لسه بتخش على حاجه جديده. مجرد ما بتنزل امم. انت بتحس انه ايه ده، فطبيعي ان انت هتبقى مستواك تحت وحش جدا. امم. ده وارد جدا ان هو يحصل، صح. ان انت مش عارف تلعب بطريقه اللعب دي عشان امم. انت بقيت في شكل في تاني. شكل تاني واسلوب تاني. فانت هيبقى عندك تذبذب ان انت انا كده ولا كده هو انا ده. اصلا كويس ولا انا جامد ونجم ولا الوضع ايه؟ بالظبط. فانت امم. هتلاقي مشكله عندك بتحصل. امم. المشكله دي في ناس بتقدر تستوعبها وازاي تفصل، امم. وفي ولاد لا. في ناس تانية ما هي بتقدرش. دي الفكره. صحيح. فهي في الاول وفي الاخر هو فانت ريسك كبير جدا. بتفضل ان هو ياخد الترتيب الزمني بتاعه الطبيعي جدا لحد ما يوصل للدرجه طبيعي الاولى. ان هو ياخد الترتيب اللي هو جيل 2008 امم. يبقى موجود 2006. صحيح. الفيرست تيم امم. ممكن يتمرن، امم.
وارد ان هو ممكن يبقى موجود في التمرين صحيح. فقط لا غير، ان هو يبدا يجرب، يبدا يبقى موجود، يبدا ويحتك يحس. بأوضة اللبس ويشوف الأجواء وإن بالظبط. حاجات مختلفة ومدير فني أجنبي وبتاع كتمارين. ومكافأة ليه، امم هي في الاول وفي الاخر انت هنا كويس، فأنا فانا كافئتك إن بكافئك بحته زي دي، فانت صح، جملة تديك مهمة أوي. الدافع، امم تديك الدافع ان انت تدوس اكتر واكتر. امم ان انا كل ما بعمل حاجه كويسه بتكافئ. وهي دي مهمه جدا، اللي لازم الانديه كتيره جدا امم تبقى بص على الحته دي، ازاي صحيح. انا كافئ اللعيب بتاعي. الناشئ إن أنا بالظبط. أطلعه يتمرن ان مع هو الدرجة الأولى واصل، كتمرين. هو واصل لحته معينه، فلازم يبقى موجود في الحته دي امم كمكافاه ليه. امم دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا ان بنتكلم على المنتخب رؤيتك الاول. لمنتخب الأول آه، مع باسكوال في اللي جاي والله خاصة. بص، هو باسكوال المفروض ان هو حظه كويس جدا، امم ان هو معاه عدد لعيبه محترفين، امم وهم مش محترفين بس، امم هم ذو خبره كبيره جدا. ده حقيقي. بقت هم خلاص الوضع بتاعهم، هو انا مش لسه طالع امبارح احتراف، امم بقى لهم سنين بره. ده حقيقي. فهو والعدد عامل، كمان قاعدة المحترفين زادت بشكل هو كبير جدا تقريبا يعني. التشكيل كله زايد، الدكه بالظبط. كلهم بقى محترفين، مفيش صحيح. حد. صحيح. ف... فده هو طبعا بالنسبه له دي حاجه كويسه جدا. امم هو انا شايف ان هو حظه حلو. جدا. اه انا بشوف بس كده كمان. هي بقى الكنترول، اه هي دي بقى، امم ان ازاي انا عندي كم من النجوم دي، ازاي اقدر اكنترول عليها. بالظبط كنترول عليها، وان انت ازاي ده وده 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 امم موجودين، وده ياخد وقته وده ياخد وقته، صحيح. وازاي ده امتى الحتة دي. وطبعا باسكوال طبعا يعني لا خلاف عليه، هو امم يقدر يعرف يعملها. بس هي الفكرة كلها، هو طبيعي هو بيعملها في اوروبا امم ومنتخبات اوروبيه. المنتخب المصري يقدر يعملها طبعا، زائد ان اللعيبه، عشان بقول لك هو محظوظ ليه، اللعيبه اللي موجوده معاه في الفكر نفسه امم معاه في الفرقه، صح. والفكر خلاص انت بقت تفكيرك تشبعت كله. بالفكر وبالطريقة بتاعته. وتفكير وبالاسباني اللعيبه، تفكير اللعيبه كمان اختلف. امم الجيل اللي موجود ده حظه غيركم كويس جدا. خالص يا كابتن، صح. لا اختلف طبعا احنا خالص. كان الموضوع مختلف تماما، امم احنا الدنيا كانت بالنسبه لنا صعبه جدا امم جدا. واللي يخرج ده بيبقى حدث، يعني اللي بيبقى انت بيحترف بره سواء في اوروبا او سواء في خليج حتى بيبقى حدث يعني. وغير حدث، هو الموضوع كان صعب، امم انت ما فيش مكان امم اصلا. خروجك بره، اه هو انت ما كانش في مكان صح. للاسف. امم يعني هو الوحيد اللي خرج كان حسين زكي، حسين زكي صحيح. وبعديه هاني الفخراني. امم فصعوبات وواجهوا صعوبات غير طبيعية يعني. غير طبيعيه طبعا. مم. هاني الفخراني لعب في المانيا، صح. واجه صعوبات كبيره دوري صعب جدا قوي. طف جدا. كمان يعني. لا وساعتها كمان الموضوع لا صعب يعني. مم. حسين زكي الوقت اللي هو كان فيه كان في اعلى حاجه عنده، صح. فوصل لمرحله، وبعد كده نقل من نادي راح صحيح. لا نادي. بالذات كابتن حسين وكابتن هاني حسسونا ايه ده، هو في بلاد تانية اصلا بتلعب يعني. احنا كنا برضو مقفولين قوي على اللعب جوه. بالظبط. فاحنا استغربنا حتى لما ما طلعوا هي بره، دي ايه ده هو في هاندبول تاني بره. بالظبط. فهي بدأت الحتة تبقى موجودة، بدأ مم. الفكر يبقى موجود. صحيح. فده طبعا كان يعني أنا لما كنت بتعامل مع حسين في المنتخب، مم. لا هو بيتكلم شكل في منطقة مختلف. تانية لا خالص. هو شكل مختلف، نومه مم. وأكله. هو حسين انت ما كنتش كده، اه اللي هو انت بيجي الساعة 10 بالليل نايم، يصحى الصبح خلص تمرين، ما فيش نوم. مم. بعديها بعد الظهر ده ما فيش نوم. مم. هو انت مجرد انت قاعد بتغمض عينيك وتصحى مم. بس، بتعمل اي حاجة تانية عشان عندك التمرين، عشان هتنام بالليل. لا ترتيباته انا كنت بشوفها، لا الموضوع مختلف، الموضوع مم. صعب. احنا كان بالنسبة لنا اللي هو انبهار، انت صح. ازاي بتعمل كده. صح. وما كانش عندنا المعلومة غير لازم تروح لها عشان تشوفها. مم. صح. يعني انت صح. عشان تشوف الاجواء دي انت لازم تبقى عايش معاهم، صحيح. لكن انك تعرف تجيب المعلومة صعبة. صحيح. لكن دلوقتي لا، لا الوضع الموضوع انت بدوسة زرار تك، مختلف. الموضوع طيب بقى مختلف تماما. انا قبل ما اختم مع حضرتك كده يا كابتني، عايز اسالك شويه اسئله سريعه كده. اسأل. فهبتدي كده اول سؤال. بس اسئلة سخنة ولا لا اسئلة؟ في خلينا الهادي، بص، لا في احنا الهادي احنا جايين نتبسط. الدنيا جميله والحلقه حلوه بالظبط والدنيا كده. لا ده شويه اسئله سريعه اه وسهله. تمام. مين بالنسبه لك كينج اللعبه؟ والله بص، قصة بالنسبة لي كينج اللعبة، هو كل جيل ليه كينج لعبة. ماشي، هي اجابه بس حلوه دبلوماسيه لا جميله هي مش بس. دبلوماسية، هي دي فعلا حقيقة. يعني انا ماشي. لما هتيجي اتكلم مثلا، احمد الاحمر، امم سامح عبد الوارث، اشرف عوض، امم جوهر نبيل، حسين زكي. هي الهاندبول بالذات فانت فيها حماده كتير قوي. النقيب، روبي، امم هنداوي، اه الطيار، اه اه لا انت بتتكلم في اسامي ما ينفعش يا جماعه. في امم دلوقتي دودو،
درع. علي زين يا جماعه، يحيى خالد، انت بتتكلم في ما ينفعش. بس هاخدها باللي لعبوا بالنسبه لك، ما خلاص كلهم حققوا بطولات، كلهم لعبوا في مسيرات قويه، كلهم لعبوا في ضغوطات، كلهم منتخبات، كلهم انديه كبيره. بس في واحد كان، لا انت بتحس ان عنده، عارف لا انا جاي استمتع، انا جاي انبسط، نفس اللي بيعمله سيف، انا جاي امتع الجمهور. فكان مين الاقرب، مين الكينج بقى ما الأقرب؟ انت بتقول لي كده، هقول لك احمد الاحمر. ليه؟ وكابتن سامح برضو كان وكابتن سامح طبعا. طبعا. بص، هو سامح انا دايما بالنسبه لي بس هو عشان الشهاده هتبقى مجروحه الشهاده فالاختراع. طبعا هتبقى مجروحه، زائد ان انت دلوقتي هو محطم رقم لغايه دلوقتي ما حدش كسره. ده حقيقي، ده حقيقي. فانت هتيجي هتقول لي كينج اللعبه، طبعا هقول لك بلا منازع. بس انت في وقته كان هو كينج اللعبه. صحيح. في الوقت اللي احنا الاخير اللي انا كنت موجود فيه بلعب فيه موجود، هو احمد الاحمر. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش نكرر حاجه. وما ينفعش نقول احمد الاحمر وحسين زكي موجود. فاهم قصدي. انا بظلم. صحيح. هو في ظلم. فانت في الاول وفي الاخر، زائد ان انت هتقول لي اللي بيبسطك ويعملك علي زين، طبعا بيبسطني جدا جدا. خطير، خطير يا كابتن. فانت بتتكلم ان هو كل اتظلم واحد في برشلونه، خلي بالك كمان. اتظلم طبعا. في برشلونه كان الوقت التايم اللي هو راح فيه طبعا كان صعب قوي. كان صعب جدا. كان الوقت قليل جدا. فهي دي كانت المشكله. فانت عشان اقول كده، لا انا ولا دي والله مش قصه أيوة دبلوماسيه. صح. انا عايز اقول لك احمد الاحمر، انا وهو احنا جيل واحد، احنا في المنتخب انا وهو اوضه واحده. طول حياتنا انا اللي معلم احمد الاحمر السواقه. والله بجد. والله انا احمد الاحمر اول ما جاب العربيه، احنا 24 سنه انا وهو كنا في المنتخب، وجايب العربيه ولسه بيتعلم. ايوه. فانت يا ابني، طب انت جايب العربيه تعمل ايه؟ احنا بعد كل تمرين هننزل ساعه نقعد نلف العربيه يا ابني. طب انا عايز انام. طب لو كده يا كابتن، للسؤال الاصعب بقى، اللي هو طالما ده بالنسبه لك لا، طب السؤال الاصعب، حط 7 التشكيله الافضل بالنسبه لك. بالنسبه لك انت، عايز تحط نفسك حط، مش عايز تحط نفسك ما تحطش. 7 جون و6 لعيبه. صعبه. طب عشان انت حبيبي خليهم 2 من كل مركز. والله الموضوع صعب جدا 2 جونين وينجين باكين. بص انا عشان من اللي انت لعبت معاهم او من اللي انت، بس موضوع الاجوان ده ظلم والله. ظلم. في جون كتير سطة 2 يعني انت صعب جدا. ازاي اقول لك جونين 3 يعني حماده النقيب ماشي طبعا، روبي اسطوره. كابتن روبي برضه. ايمن صلاح. يا جماعه ما ينفعش اقول ما ينفعش. الموضوع صعب. طيب صعب. الوينج ليفت، الوينجات مش كتير يعني. بص لا كتير برضه. انت بتهزر والله كتير. طب حط 3 بس. اصل انا لو 3 في كل مركز. اقول لك وينجات يعني مثلا عمرو الجيوشي. خطير. احمد دعبس. احمد دعبس. ده خطير. كابتن احمد طبعا. شكري. كريم شكري هليوبلس. كريم السعيد. بس اللي كانت بتتلخبط ما بين كابتن كريم السعيد وكابتن محمد السعيد عشان هم توأم. لا فانت لا في. طيب باك ليفت. انت بتهزر والله بتهزر. يعني طب انا هقول لك حسين زكي ولا دودو ولا درع ولا علي زين ولا قداح ولا هقول لك اشرف عواد ولا العطار. هقول لك مين؟ لا ما انا بص، عارف انت المشكله في ايه؟ انت بتقول لي انا عاصرت جيلين. انت محطوط في حته وداخل في الثالث. ايوه. فانت دي كارثه بالنسبه لي ان انا اقول لك مش هعرف اطلع لك تشكيله. انا هقول لك بص، انا هقول لك 5 في كل على الاقل 5 مثلا. طب السنتر هاف. سنتر هاف في طبعا ياسر لبيب. يحيى الدرع، حسن يسري، سيف الدرع، ماشي. علي زين بيلعب هنا وهنا. فانت طيب. الباك رايت احنا بنحاول يعني نحط اقرب الاسامي. بص يعني. طبعا سامح الاحمر، يحيى خالد. ما تهزرش. كابتن سامح طبعا، وكابتن سامح الاحمر، يحيى خالد، صابر حسين. صابر حسين برضو كان خطير قوي طبعا، كان ممتع. محمود حسين. اوف. طب في حاجات. الوينج رايت كابتن حسام غريب. يا جدعان ما ينفعش. انا لا خسر اقتنعت. بس انا للاسف مش انا حضرت كل لو قلت اسامي ما انا ابقى بظلم نفسي. ايوه صح. لا طبعا مع احترامي لكل الاسامي. طبعا بالنسبه لي اللي عاشرته بقى وشفته وانا صغير، وكان بالنسبه لي انبهار،
كابتن محمد عاشور. اوه ده لما لحقوش ده فاتوا ده كتير كارثه. قوي، فاتوا ده كتير. كارثه يا جماعه اللي ما اتفرجش عليه. صح. بجد اللي ما اتفرجش عليه. مم. ده مش كان بيخش من الصفر. صح ده صح من بره الصفر. صح والله صح. العظيم ما هزار. ايوه لا صح صح. فكان كارثي. امم اقول مين؟ سند شريف مؤمن. كابتن شريف مؤمن طبعا. خطير. ما انت بتتكلموا في لا مصطفى فتاح. السيد. فتاح مصطفى برضه عشان تعبت معاه. ده طب الفيرود بقى، فيرود الفراوده. لا انت بتهزر والله. كتير برضه. انت هقول لك جوهر نبيل، محمد ابراهيم، عادل، احمد عادل. دلوقتي خطير برضه. محمد ممدوح هاشم، كابتن اسر القصبي، كان فيرود محسن سليمان. في ناس في كتير وفي يعني انا مش عايز انسى، لا في ناس كتيره عايز افتكر. لا انا اللي دايما على طول، او هقول لك اللي انا لعبت مع حياتي كلها، محمد ابراهيم. احنا كنا بنلعب احنا مغمضين. احنا انا عارف تتعاملوا مع بعض مجرد انا ما ببص له النظره هو خلاص. عارف الفكره عامله ازاي. كيمستري غير طبيعيه اللي هو انت. انا بحاول ادور والله على سؤال سهل. طب انا هسال سؤال هسال انا ما قلتش اسمي. ايوه يعني بقول لك انا ما قلتش اسمي، مش لاقي مكان. فالموضوع لا زحمه. انا عاصرت الجيل ده. لا انت فعلا من وقتك. وانا صغير اتفرجت عليهم وعشتهم. وفي ناس منهم ومروان رجب. يعني طبعا بحادث الالقاب طبعا انا صح. في اسامي يا جماعه انا لعبت معاها كتير جدا في طب هحاول انقي سؤال سهل. انت دلوقتي غير انك ولي امر وغير انك مدرب وغير انك ليجند في اللعبه، انت اب دلوقتي اللعيب او الاتنين لعيبه بس منهم واحد اتعرف شويه للناس وللجمهور والكلام ده كله، وان شاء الله التاني في الطريق. لكن بتكلم على اللي اتعرف. تفضل ليه من واقع بقى الاكسبيرينس بتاعتك واللي انت دلوقتي بتشوفه على الوضع دلوقتي بتاع الجيل بتاعه، تفضل بالنسبه لك كأب وكمدرب ان هو يوصل يبقى سنتر هاف الاساسي او السنتر هاف بتاع اللعيب الدرجه الاولى في النادي الاهلي، ولا يحترف من بدري؟ يعني تحب تشوفه محترف ولا تحب تشوفه من بدري؟ طبعا يحترف من بدري طبعا. بتشوف ان الحته دي هي ميزتها، هي فيها ميزه وعيب. بس هو انت ازاي انت تقدر تجهزه. ان هو اعتمد على نفسك. اوكي. اطلع شوف حياتك انت اللي تقررها. خد التجربه. وانت في الاول وفي الاخر هتقدر تستحملها ولا لا. فبناء عليه لازم الشباب من دلوقتي هو لازم يفكر في الحته دي. بس قبل ما يطلع هو يسال نفسه سؤال: انا هقدر ولا لا؟ هستحمل ده ولا لا؟ ولازم يبقى صريح مع نفسه. دي جمله مهمه قوي يا كابتن. المشكله اللي احنا بتقابلنا كتير جدا كلعيبه وكمدربين. انت لازم تبقى صريح مع نفسك. انت لو غلطان قول انا غلطان. مش شرط انك تقولها قدام الناس. بس تبقى عارف كويس انك كنت غلطان. انت لما تقعد مع نفسك راجع نفسك: لا انا غلطان في دي. انا هحاول ان انا اصلح الغلط ده. يعني انا دايما بعملها بالليل في حياتي. قبل يعني اروح بالليل بقعد يعني شغل تلفزيون، كوبايه الشاي جنبي قاعد. انا ما بتفرجش على التلفزيون، انا مجرد ان انا مشغل التلفزيون. صحيح. بس كل اللي حواليا فاكر ان انا بتفرج على التلفزيون. صحيح. لكن انا قاعد بسترجع اليوم وببتدي من اوله انا عملت كذا وعملت كذا. لا المفروض كنت اعمل كذا ومش المفروض اعمل كذا. صحيح. طب دي اعملها بالشكل ده ودي ما اعملهاش بالشكل ده. صحيح. ببدا اراجع نفسي. تاني يوم ببدا اغير في حاجات، بعرف اغيرها وفي حاجات بتبقى لا لسه. طب حلو قوي. خلتني بقى اسال السؤال الاخير بتاعي. حاجه في مسيرتك سواء كانت المسيره بتاعت اللعب او التدريب، قرار اتاخد لو في ايدك انك دلوقتي عندك الاوبشن انك تغيره هتغيره. ده زمان ولا من كل مسيرتك بشكل عام سواء كانت اللعب او التدريب؟ قرار كنت اغيره وفي ايدك دلوقتي انك تغيره هتغيره. اتاخد خلاص، هو كده اوريدي اتاخد. لا فهمني بالظبط. يعني لو في ايدي دلوقتي غيره ولا لو انا قبل كده لو كان يعني انت دلوقتي لو رجع بيا الزمن، لو رجع بيك الزمن او انت في ايدك انت شفته دلوقتي بعد خلاص الاكسبيرينس اللي خدتها، فشفت كل الحاجات اللي مريت بيها، فدلوقتي بقى عندك الاوبشن انك تغيره هتغيره. قرار بقى خدته وانت بتلعب او قرار خدته حتى في التدريب؟ لا ان انا يعني ما كنتش بطلت في التايم ده. ما كنتش بطلت في التايم ده. كنت كملت كنت سبت نفسي اكمل اعافر واحاول تاني. ما كنتش التايم ده ما كنتش وقفت فيه.
طيب حاجة بتشوفها في خلال مسيرتك دي كلها، لو لخصناها في نصيحة واحدة او في جملة واحدة بتقولها دلوقتي في الكاميرا حتى لزيد وسيف، جملة من الاكسبيرينس كلها في حياتك كلها اللي انت مريت بيها، جملة بتقول لهم دي للي جاي بتاعهم. والله بص، انا بقولها لهم ودايما بقولها للولاد حتى اللي عندي. للولاد كمان الصغيرين. بالظبط، بقولها لهم دايما. عمر الدنيا ما هتبقى عادلة، امم. وعمر الرياضة ما هتبقى عادلة. امم. هيجي لك وقت انت في اعلى حاجة، وهيجي لك وقت انت تقع. الفكرة كلها خلي عندك صبر، امم. رقم واحد. خلي عندك ايمان بربنا ان انت هتوصل للي انت عايزه. صحيح. وحط هدفك وملكش دعوة بأي حاجة حواليك. صحيح. انت عندك تارجت، انا دايما بقولها لولادي عموما. امم. انت تارجتك ايه؟ امم. ما تحاولش تشتت نفسك بأي حاجة حواليك. اتعب. اه انت ربنا كرمك امم. او كارم الجيل ده ان الدنيا سهلة، امم. الدنيا مفتوحة. فانت حاول تستفيد منها، صح؟ صحيح. بس واعمل لنفسك، يعني اعمل نفسك اسمك، امم. مش بحد تاني. انت محتاج ان انت تبقى ليك اسمك انت كشخص، امم. وما تدورش مين يساعدك، انت دور. صحيح. بس يعني رسالة من ذهب من واحد من أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، كابتن محمد عبد الوارث. يا كابتن محمد شرفتني ونورتني وانبسطت جدا جدا بوجود حضرتك معايا، صدقني. والله انا كمان يعني عايز اقول لك ان انا اتشرفت بيك جدا، جدا، وكنت ربنا مبسوط يخليك يا جدا رب. بالقعده دي. يعني احنا قاعدين بصراحه، يعني هو مش فيش لقاء، احنا قاعدين اه، يا الدنيا قاعدة حلوه. فريندلي، اه يا قاعدة بالظبط فريندلي، اه. كده. طيب بس يا جماعة، أنا حابب بس أقدم لكابتن محمد كده هدية بسيطة من البرنامج، تي شيرت عليها لوجو البرنامج كينج اللعبة. متشكر جدا يا كابتن محمد، وأتمنى ميرسي الهدية جدا. تكون يعني يعني عاجبة طبعا حضرتك. دي حاجه كويسه بالنسبه لي، وحاجه جميله جدا بالنسبه لي ان انا ابقى موجود، وان انا تبقى الهديه دي حاجة كبيرة بالنسبة لي جدا بصراحة يعني. ربنا وإن أنا يخليك يا أبقى موجود كابتن. معاكم، ونقدر نوصل لكل الشباب وكل الولاد اللي طالعين معلومة إن هم يقدروا يستفيدوا بيها يعني. إن شاء الله. شكرا لوجودك يا كابتني. الحلقة خلصت بس اللعبة لسه ما خلصتش، والحلقة الجاية كينج جديد.